خلينا كده نبدأ السيشن بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في اول سيشن ساينس والسيشن الخامسة في كورس البيزكس اوفر اول. في الاول كده احب اعرفكم بنفسي لان الناس اللي يعتبر احنا اول مرة نتقابل. انتوا السيشنز اللي فاتت كلها كنت مع دكتور عبد المقصود، انا دكتور عبد الرحمن اليمني، وهكون معاكم ان شاء الله في الساينس، في الفيزيكس، في الكيمستري وفي الجيولوجي. السيشن دي تعتبر هي يعني اهم سيشن ساينس على مدار السنة، مش بسبب الكونتنت اللي هيتشرح النهارده، لكن بسبب الخطه اللي لازم تبقى ماشيين عليها اللي هتتوضح النهارده، وبسبب ان انت تبقى عارف هتمشي ازاي في الساينس طول السنه. ومش بس كده، انا هكلمك كمان احنا ازاي هنغطي كل الحاجات المهمه اللي بتيجي في الساينس على مدار الكورس. وهقول لك كمان التغير اللي حصل السنه اللي فاتت في الفيزيكس والكيمستري تحديدا، وشكل الامتحان اللي جه وهيتغطى ازاي، وهنتدرب على ده ازاي طول السنه في الكورس بتاعنا ان شاء الله. تمام. خلونا نبدا كده بانترودكشن بسيطه لليو ار تي، مهم جدا حضرتك تفهمها عشان تعرف انت داخل تحل ساينس ازاي. تمام. اول حاجه امتحان اليو ار تي، وبما اني انا كنت في ستيم اكتوبر، في بقى دي قصه ممكن ما تبقاش مشهوره قوي في باقي المدارس، ان ستيم لما فتحت كانت منحه امريكيه. فالمنحه دي كانت هدفها ان هي اول دفعه او اتنين من ستيم يخلصوا كلهم يسافروا. فمن الاخر كانوا بيدرسوا منهج الاي سي تي او الاكت من اول سنه في الدراسه، وبيجوا في سنه ثالثه يمتحنوا الاكت ويجيبوا سكورز عشان يحطوه في السي في عشان يسافروا. فلما حصل بعد كده ان المنحه اتشالت او المعاونه الامريكيه اتشالت ورجعت ستيم تبع الاداره المصريه، فهم ما حبوش يخلوا بالنظام ده، وخلوا في امتحان في سنه ثالثه نفس الامتحان بتاع الاكت، اللي هو ايه، اللي هو امتحان اليو ار تي. حلو جدا. فامتحان اليو ار تي ده بكل بساطه هو اتحط في ستيم كبديل للاكت، عشان ما ينفعش الاكت يتحط عشان حقوق الطبع والنشر، وعشان ده امتحان انترناشونال ما ينفعش احطه في امتحان دوله او في امتحان ثانويه عامه لايه، لمصر. تمام. حلو جدا. فانت بقت قسمت عندك كل المواد لامتحانين، امتحان تي يو سي وامتحان يو ار تي. حلو جدا. وده الاختلاف الاول والاساسي في ثالثه. يعني انت في اولى وثانيه كان كل الكلام اللي عندك في ستيم كلها، تمام، هو فكره ان انت بتاخد امتحان واحد. تمام. هو امتحان واحد. ثانيه واحده بس، حصلت مشكله. نكمل. فانت كنت بتاخد امتحان واحد ام سي كيو في اخر الترم او في اخر السنه، بيبقى الامتحان ده مثلا على العربي، على الدويتش، على الفيزيكس، نفس الامتحان كله عباره عن تشوز. بتطلع ثالثه، لا، تكتشف ان انت عندك امتحان جديد خالص انت عمرك ما اتدربت عليه وعمرك ما سمعت عنه حاجه، اسمه يو ار تي. حلو جدا. وبتكتشف كمان ان امتحان اليو ار تي ده عليه 40% من توتال درجتك في الساينس، و50% من توتال درجتك في اللغات، في مواد اللغات، في العربي والانجليش والدويتش والفرنش. فمش امتحان سهل او مش امتحان درجاته قليله بحيث ان انت تذاكره كده وخلاص، او تكروته زي مثلا الكابستون عليه 20%، انت في الغالب يعني مش هتنقص فيه كتير، فمش ناس كتير قوي بتحط مجهود في الكابستون. نفس الكلام مثلا البروجكتس بتاعت المواد بتاعت الترم الثاني، البروجكتس دي عليها 10%، فانت بتعملها بسرعه كده عشان بس تضمن الدرجه بتاعتها وخلاص. لا، ده هو امتحان ثانويه عامه وعليه الدرجه الاكبر من المجموع بتاعك. حلو جدا. طب هو السيستم بتاعه عامل ازاي؟ تلاقي برضو ان السيستم الامتحان مختلف. بمعنى ايه مختلف؟ يعني هو مش بيجيب لك ورقه فيزيكس لوحدها ولا ورقه كيمستري لوحدها، لا، تلاقيه بيجيب لك ورقه واحده في الساينس فيها الفيزيكس والكيمستري مع بعض، وورقه واحده فيها البيولوجي والجيولوجي مع بعض، ولو انت ماثس وميكانكس او علم رياضه بتجيب لك ورقه واحده فيها الماثس والميكانكس مع بعض. فهو اصلا حتى شكل الامتحان وطريقه الامتحان جوه اللجنه مختلف وما عداش عليك قبل كده. حلو جدا. طب شكل الامتحان او عدد القطع عامله ازاي؟ بتلاقي جايب لك من 8 ل 9 باسجز، حوالي 50 سؤال، 25 لكل واحده، وكل سؤال يعني ال 25 بتوع الفيزيكس بيتضافوا على درجات الفيزيكس، وال 25 بتوع الكيمستري بيتضافوا على درجات الكيمستري. يعني انت في امتحان اليو ار تي ما بتقولش انا نقصت 6 غلطات، لا، بتقول انا نقصت 3 كيمستري ونقصت 3 فيزيكس، فدول نقصوني كذا. والغلطه في امتحان اليو ار تي بواحد و6 من 10، وده تقريبا قد 3 اضعاف الامتحان بتاع التي يو سي. امتحان التي يو سي الغلطه فيه ب 6 من 10 بس، او بنص درجه كمان. فامتحان اليو ار تي الغلطه فيه كبيره. يعني انت عادي ممكن تبقى ما شاء الله عليك في التي يو سي مقفل الامتحان او عندك 3 4 غلطات، وتيجي بس باربع غلطات في اليو ار تي او 5 غلطات في اليو ار تي، تلاقي نفسك قلت عن 90% في الماده بكل سهوله. حلو جدا. تخش بقى في الكلام المهم. ماشي يا دكتور، الانترودكشن دي كلها انا عارفها وقريتها كتير، وناس كتير قالوها لنا في الفيديوز والجروبات المساعده وكل الكلام ده. هاجي اقول لك بقى ان اليو ار تي ساينس از نوت اباوت ساينس، از اول اباوت كريتيكال ثينكينج. يعني ايه؟ يعني هو مش هيجي يختبرك فيزيكس ويجيب لك بقى اسئله وكونسبتس لازم تخلصها وهكذا، مش هيجي يختبرك جيولوجي، لان هو لو كان عايز يعمل كده ما كان خلالك امتحان واحد وخلاص.
يعني كان خلي لك امتحان تي او سي واحد شغاله طول السنه وخلاص، مش محتاج ان انت تعمل حاجه تانية، ومش محتاج ان انت تحل وتذاكر وتقرا باسجز وتتعلم ازاي تحلل وازاي تطلع داتا وهكذا. فكان خلي لك كل امتحان واحد. تمام. طب ايه يا دكتور الريكويرمنتس او الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى عندي عشان احل يو ار تي كويس؟ بص، اول حاجه ان انت لازم تتعلم ازاي تقرا. تقول لي يا دكتور يعني انا مستواي في الانجليش كويس الحمد لله. اقول لك لا، انا مش فارق معايا انت مستواك في الانجليش عامل ازاي، انا بقول لك انت ازاي تقرا ساينتفك ريسيرش، ازاي تقرا تشارت، ازاي تقرا جراف، ازاي تقرا تيبل، ازاي تقرا داتا او تعمل داتا اناليسيز. لان انت عندك بيبقى قطع كتير بتيجي في الامتحان مبنيه على ده، مبنيه ان هو جايب لك تيبل، جايب لك جراف، عايزك توصل بيه لحته معينه، عايزك تطلع منه ترند معين، عايزك تفهم معنى الداتا دي مع بعض تعمل لي ازاي. عايز اقول لك ان انا لو جبت لك سؤال بره الداتا دي بس معتمد عليها تعرف تحله ولا لا. تمام. وده احنا بنفرد له شابترز كتير في الكورس بنتكلم عليه. تمام. بعد كده الفاندمنتال نوليدج اللي هي ايه الاباوت ساينس. قلت له يا دكتور معلش انت مش لسه قايل لي فوق ان يو ار تي ساينس هو مش اباوت ساينس؟ انت راجع تقول لي فاندمنتال نوليدج المفروض ان انا يبقى عندي نوليدج وهكذا. اقول لك ان انت لازم كل ما يبقى عندك نوليدج اكتر، تمام، او كل ما يبقى مستواك في الماده العلميه كويس، كل ما ده هيفيدك وانت بتقرا باسج. تمام. بس مش بالضروري ان انت لازم يكون عندك نوليدج كتير عشان تعرف تحل. يعني ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي عندك واحد مثلا مذاكر جيناتكس كويس، تمام، وجات لك قطعه في البيولوجي عن الجيناتكس، فطبيعي ان انت القطعه دي لما تيجي تقراها فهمك ليها والمصطلحات بتاعتها هتبقى سهله شويه عن واحد هو مثلا ما يعرفش حاجه خالص عن الجيناتكس، عمره ما سمع عنها. تمام. بس هل ده معناه ان الشخص اللي ذاكر شويه هيحل احسن؟ لا، مش ضروري. لان اصلا القطع اللي بتيجي في الامتحان لو انتوا ما تعرفوش معظمها اصلا بيجي اوت اوف توبيك. يعني ايه اوت اوف توبيك؟ يعني ما بيجيش من المنهج بتاعك تحديدا. يعني ممكن تلاقي جايب لك ريسيرش بيتكلم عن قطه اتحقن منها جين او عشان يشوف تاثير علاج معين على الجينز بتاعتها او هكذا. فانت الكلام ده ما خدتوش اصلا في المنهج بتاعك ولا عمرك سمعت عنه. بس هو معتمد شويه ان انت هتعرف تقرا الكلام تفهمه تحلله في داتا وهكذا هتعرف تحلها. فلو انا عندي نولج كويسه في كم مصطلح في القطعه هيبقوا سهلين عليا اعرف اقرا القطعه اسرع وافهمها اسرع. تمام. لكن لو انا صفر هيبقى الموضوع ايه صعب شويه. فالفاندامنتال نولج لو انا عندي نولج كويسه في الساينس عموما ده هيبقى مفيد بالنسبه لي كمان. اخر حاجه هاو تو ورك فاست اند كومفورتبل. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هو الامتحان اليو ار تي ده معتمد على شقين اساسيين من السكيلز اللي تبقى عندك. تمام. اول حاجه انك تعرف تشتغل فيه بسرعه، وتاني حاجه انك تعرف تشتغل فيه وانت مرتاح. طب ايه الفرق؟ ان حضرتك لو اعتمدت دايما على طول السنه ان انت تحل باسرع وقت، ان انت عايز تنجز في اسرع وقت، اهم حاجه تنجز في اسرع وقت، السرعه دي دايما هيخليك متوتر، والتوتر هيخليك ان انت تحل غلط. تمام. فهنوصل لنفس الريزلت ان احنا نحل غلط في الاخر والسكور بتاعنا يبقى وحش. طب لو انا بفتح الباسج واحل براحتي واركز في كل سؤال واقرا كل كلمه بالتفاصيل ومش عارف ايه، انا كده مرتاح وزي الفل. هلاقي ان الوقت عندي ايه؟ الوقت عندي بقى عالي جدا. في نفس الوقت هبقى يعني جوه الامتحان الوقت معايا مش هيسعفني، فهتفضل معايا قطعه في الاخر ما لهاش وقت فهرندمها فاغلط كتير. فانا لازم طول ما انا شغال طول السنه ادرب نفسي او اطور نفسي في الحتتين مع بعض، ان انا اتعلم ازاي احل بسرعه وفي نفس الوقت احل وانا مش متوتر وانا مرتاح وانا مدي كل حاجه حقها. يا شباب يا ريت الناس اللي فاتحه المايك تقفل المايك يا شباب. نكمل. تمام. طب ده يا دكتور احنا بنشتغل عليه ازاي او بنوصل له ازاي؟ ده بنوصل له ان احنا مبدئيا كده نتعلم اساسيات، نتعلم استراتيجيز، نتعلم سكيلز، نتعلم حاجات تساعدنا ان احنا نفهم اسرع، نفهم الاسئله اسرع، نفهم الباسج اسرع، وفي نفس فده يخلينا نحل اسرع واحنا مش مضغوطين واحنا مش متوترين. تمام. وبرضه عايز اضيف لكم حاجه عشان دي سمعتها شويه من بعض النصايح اللي اتقالت من الدفعه الاكبر منكم اللي بعتت لكم. كان حد بيقول يعني ان احنا الامتحان اتغير وفكره انك تحل باستراتيجي دي ملهاش لازمه، انت اهم حاجه ان انت ايه تتعلم تقرا القطعه كلها وتحل. مبدئيا الكلام ده حلو وجميل لو الامتحان بتاعي 3 ساعات. لو الامتحان بتاعي 3 ساعات اقول لك انت مش محتاج اي استراتيجيز، انت كل اللي هتعمله ان انت تخش اقرا القطعه وزي ما تيجي اقراها كلمه كلمه وكل ديتيلز بالتفصيل وخش حل كل سؤال بالديتيلز. لكن انت في الامتحان بتاعك بتاخد 5 قطع، القطعه ممكن تعدي صفحه ونص باراجرافات وعليها 6 7 اسئله، يعني ممكن القطعه تلاقي داخله في 10 صفح او في 7 8 صفح. تمام. هل عايز تفهمني ان انت معاك تايم ان انت تقرا ال9 قطع كلهم بالتفاصيل الممله وتقفلهم كلهم؟ مستحيل. فانت لازم تبقى داخل باستراتيجي ايا كان نوع القطعه وهكلمك على ده قدام. فانت ما ينفعش فكره ان انا خلاص اعتمد بس ان انا طول السنه بقرا القطعه كلها واخد وقت فيها واحل القطعه كلها بالاسئله واخد وقت فيها، ده مستحيل لان انت جوه القطعه او جوه الامتحان مش هتعرف تعمل كده. وكمان لو حد عرف يعمل كده فصدقني دي تجارب فرديه، دي ناس يعني عارف بالظبط لما يكون عندك مثلا واحد صاحبك هو اوريدي شاطر في الماس، يعني هو دماغه حلو قوي في الماس،
تجربه فرديه، لكن انت مستحيل تجيب الشخص ده وتعمم طريقته دي على الدفعه كلها، لان الدفعه كلها كده هتشيل ماس. تمام. فلازم حضرتك تتعلم ده، ان مفيش حاجه اسمها ان انا كل اللي هعمله ان انا اقعد اتدرب طول سنه اقرا القطع بسرعه واحل الاسئله بسرعه. صدقني والله ده ما هينفع في الامتحان، لان الامتحان هيجي لك قطع طويله عادي، هيجي لك قطع انت اول مره تشوفها عادي، هيجي لك توبكس انت اول مره تسمع عنها في حياتك عادي. تمام. يعني مثلا في الجيو السنه اللي فاتت جاب لهم قطعه عن التسونامي، هم اول مره يسمعوا حاجه عن التسونامي. جاب لهم قطعه في البايو عن مرض ليه علاقه بالماسل ويكنس ومش عارف ايه، وقعد يشرح فيه كتير ملوش علاقه برضه بالحاجه اللي هم اخدوها. جاب لهم في الكيمستري قطعه عن الانثروبي والتمبريتشر والثيرموداينامكس، هم اصلا في ثالثه الثيرموداينامكس كلام بسيط جدا، القطعه دي هم ما سمعوش عنها حاجه طول السنه. فوارد ان انت تخش الامتحان تلاقي قطع طويله وتلاقي قطع توبكس جديده وتوبكس مختلفه، فلازم يكون عندك بيزكس واستراتيجيز وحاجات تبني عليها طول ما انت ماشي، عشان تعرف لما يتقابلك قطعه زي دي يبقى عندك طريقه انك تحل بيها. تمام. حلو جدا يا دكتور. وعشان كده بناء على ده احنا البيزكس كورس بتاعنا اللي هو بقى البيزكس كورس الكبير اللي هو البارتين، بارت 1 اللي احنا شغالين فيه وبارت 2، قسمناه لاربعه شابترز. حلو. الاربعه شابترز دول هيغطوا كل حاجه لها علاقه بالايه؟ باليو ار تي ساينس. اول شابتر عندنا بنسميه ماسترنج الداتا انتربريتيشن، وده تقريبا او يعتبر اربعه سيشنز. يعني ايه يا دكتور ماسترنج الداتا انتربريتيشن؟ بكل بساطه ده هدفه الاساسي ان انت ما تقفش قدام جراف، ما تقفش قدام تيبل، ما تقفش قدام اي داتا قصادك. اي داتا اذا كانت ارقام، اذا كانت عباره عن جراف وتشارت، اذا كانت بارابولا، اذا كان اي نوع من شكل الجرافز او الدياجرامز او الداتا، تعرف تحللها باسرع وقت ممكن وتعرف تجيب فيها اعلى درجه وتضمن الاسئله بتاعتها كلها. ومش بس كده، انا مش هعلمك ان ازاي تقرا جراف وخلاص، كمان هنتعلم الاسئله اللي بتيجي، اشهر الاسئله وانواعها اللي بتيجي ونتعامل معاها ازاي، وازاي نحل الاسئله دي بشكل اسرع. يعني ازاي يجي لي سؤال في مينيت اقدر اجيب الاجابه بتاعته ما ياخدش مني وقت كتير. تمام. حلو جدا. تاني شابتر عندنا اسمه نافيجيتنج الساينتفك ريسيرش، وده تو سيشنز بس. تمام. ده بيكمل فكره الداتا انتربريتيشن. ليه؟ لان داتا انتربريتيشن او فكره الداتا دي موجوده معانا في كذا قطعه، في كذا نوع قطعه، موجوده في قطعه الداتا ريبريزنتيشن، موجوده في قطعه الساينتفك ريسيرش او الريسيرش سامري. تمام. فاحنا بنكمل عليها بتو سيشنز اضافيين بنشرح فيهم بقى الساينتفك ريسيرش، وازاي القطعه بتبقى لما يجي لي قطعه عباره عن اكسبيرمنت او هايبوثيسز او ثيري او هو عايز يوصلني ايه، عايز يعرفني ايه هنا. عايز مثلا سؤال زي الاندبندنت فاريبل، يعني ايه اندبندنت فاريبل، يعني ايه ديبندنت فاريبلز، يعني ايه كونستنس، يعني وهكذا. الحاجات دي مهمه، مهمه جدا، لان الحاجات دي هي اللي بعد كده هتسهل عليك وتسرع عليك الحل بشكل كبير. تمام. دول كده البارت 1، يعني الاثنين دول مع بعض كده ده بارت 1 بتاعنا اللي احنا ايه، اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، اللي احنا هناخد اول سيشن فيه النهارده. تمام. هناخد فيها اول سيشن في اول شابتر. بارت 2 بقى هناخد شابترين كمان، وشابترين مهمين جدا جدا جدا. اول شابتر بنسميه ديكودنج الكومبلكس ساينس كونسبتس، ده عباره عن تو سيشنز. ده بيتكلم على ايه؟ على نوع القطع الجديد اللي بقى يجي في الامتحان بتاع حضرتك، اللي هو ايه؟ زي اللي جه في الفيزيكس والكيمستري. طب يا دكتور هو ايه نوع القطع الجديد؟ هنتكلم عليه كمان شويه. نوع القطع الجديد ده اسمه التوبيك باسج. ايه هو التوبيك باسج؟ التوبيك باسج بكل بساطه بيجيب لك قطعه طويله، القطعه دي هي عباره عن كلام غرضه كله ان هو يتكلم في موضوع معين. تمام. مش هدفه ان هو يجيب لك داتا عليه، مش هدفه ان هو يجيب لك جرافس، مش هدفه ان هو يجيب لك شابترز او يجيب لك تشارت قصدي، او يجيب لك تو هايبوثيسز ضد بعض، او يجيب لك تو سيريز ضد بعض. لا، هو الفكره كلها مثلا هجيب لك توبيك وليكن عن زي ما كنا بنقول مثلا الثيرموداينامكس، هجيب لك حاجه في الثيرموداينامكس واجيب لك عليها قطعه عباره مثلا عن ثلاثه باراجراف او حاجه بيتكلموا عن الموضوع ده، واجيب لك عليه اسئله وهكذا. تمام. ونفس الكلام ده بنكمله في رابع حاجه. فاكر لما قلت لك الفاندمنتال نوليدج؟ هل انت فاكر انا بقول لك فاندمنتال نولج؟ هسيبك انا البحر العلم، هسيبك انت تروح تسرح لي في التي وسي وتذاكر لي الاثنين شابتر بتوع ال 22 شابتر بتوع زومدال وال 18 شابتر بتوع كامبل وال 15 شابتر بتوع سروي. لا، انا هديك البيزكس نولج اللي انت محتاجها عشان تبتدي تعوم في بحر الباسجز، المصطلحات والترمينولوجي والبيزكس اللي انت محتاجها عشان تبتدي تخش تحل اي قطعه وانت على الاقل عندك البيزكس بتاعتها. تمام. ف وده هيبقى 4 سيشنز. فالشابترين دول شابترين مهمين جدا جدا، لان دول اللي هياسسوك صح في نوعيه القطع الجديده اللي جت السنه دي. دول باذن الله موجودين ايه؟ موجودين في البارت الثاني من الكورس البيزكس. يبقى احنا كده كورس البيزكس بتاعنا كله عباره عن 4 شابترز: ماسترنج الداتا والساينتفك ريسيرش والديكودنج الكومبلكس ساينس وبيلدينج الفاندمنتال نولج. حلو. طب يا دكتور معلش، ممكن تقول لي ازاي انا اقدر ابيلد او ازاي اقدر اجهز لامتحان اليو ار تي؟ اقول لك تمام. اول حاجه الكورسز بتاعتنا. تمام. ليه؟ مش والله حوار ان انا بشكر في نفسي او هكذا، الكورسز دي بتوفر عليك وقت كتير كتير كتير، لان انت اصلا في ثالثه بتاخد دروس او عندك 7 مواد، وعندك لكل ماده فيها درس، ففيكو بياخد 4 مواد دروس، فيكو بياخد 5، في اللي بياخد في السبعه. تمام. وكل ماده ما شاء الله عليك فيها انفنتوري وعليك فيها اتشيفمنت، وكل ماده عليك فيها تيست بانكس بالعبيط وعليك فيها اسئله بالعبيط. فلو انت في كل ماده قعدت
تحط مجهود نفس المجهود ده في اليو ار تي في تجميع الكونتنت وفي تجميع الباسجات، وانك تلاقي حد يحلها لك وانك تلاقي حد يشرحها لك. لان مش فكره انك تحل يا شباب زي ما قلت لكم في الاول، مش فكره ان انا افتح قطعه واقعد اقرا وبعد كده احل. تمام، مش ده الغرض، مش ده الهدف. تمام، الهدف ان انا القطعه اعرف ازاي دي تتحل في اسرع وقت وباسهل طريقه واوفر على نفسي وقت كتير. تمام، فده مش هيديها لك واحد صاحبك معاك في الاوضه، مش هيديها لك مدرس تي يو سي، مش هيديها لك مدرس حتى في المدرسه. تمام، فده الهدف. فالكورس هو بيوفر عليك ده كله، بيوفر عليك الوقت، بيوفر عليك المجهود، بيوفر عليك الباسجات، بيوفر عليك السورسات. خد بقى دي عندك كمان، هيبقى في نوعيات الباسجات اللي جت السنه اللي فاتت مثلا والله ما هتلاقيها في اي مكان. يعني الباسجات اللي جت السنه اللي فاتت في الكيمستري والفيزيكس، انك تتدرب على حاجه بنفس الشكل ده مش هتلاقيها لا عند مدرسين التي يو سي ولا عند مدرسين المدرسه ولا حتى عند مدرسه، لان دي السورسات دي مش موجوده مع حد اصلا. تمام، احنا هنا في الكورس بنحاول نحاكي النظام الجديد ده، بنعمل لكم حاجه شبيهه بيه بحيث ان انت تتدرب حتى على النظام الجديد، بحيث ان انت لو دخلت الامتحان ما تتفاجئش ان جات لك قطعه طويله والتايم معاك سنه، لا تبقى قادر تتعامل وتحل عادي. تمام. طب يا دكتور معلش انا لو عايز ازود من عندي، يبقى اول حاجه ان انت تحل باسجز كتير. تمام، بس مش فكره انك تحل بس وتاخد فيدباك. ايه هو الفيدباك؟ الفيدباك زي ما قلت لك اللي هو حد يعلمك ازاي تحل الباسج دي بطريقه اسرع. يعني عادي ممكن يكون مثلا معاك واحد صاحبك معانا في الكورس او حاجه وبادئ قبلك بشويه، فعنده نولج شويه، فعادي انت مثلا بتحل قطعه وحلها قبل كده ممكن يشرحها لك فيديك فيدباك عليها. تمام، ده مثال يعني. اخر حاجه بقى، لو انت معاك وقت يعني، ممكن ما تدور يوتيوب فيديوز بقى عن الام كات، عن الاي سي تي، عن طريقه حل اليور تي ساينس، عن طريقه الفاست ريدنج. كل الكلام ده ممكن بقى انت مع نفسك، ده انت لو معاك وقت. تمام، حلو كده. خلينا بقى كل اللي فات ده كان انترودكشن بسيطه عشان يعني اوضح لك الدنيا كانت عامله ازاي او هنمشي ازاي في الساينس. فيا شباب يا ريت الناس بس تبقى ايه معايا على على الشات، لو حد عنده سؤال يبعته لي، انا فاتح الشات دلوقتي، لو تمام قولوا لي تمام عشان نكمل. ودي على فكره اهم حاجه في سيشن اللايف يا شباب. يعني سيشن اللايف ميزتها ان انت تعرف تسال في على طول واحنا موجودين مع بعض. تمام، عكس مثلا انت ممكن تروح تسمع بقى الريكورد وبعد كده ترجع لي في البرايفت. تمام. بالنسبه لحبيبي برضو كان حد سال سؤال بيقول نحل منين بقى. بصوا يا شباب، الحل والله انت مش محتاج تحل حاجه غير اللي انا بقول لك حله. الكتب بتاعتنا على مدار السنه، على فكره الكتابين اللي اترفعوا لكم دلوقتي على الدرايف اللي هو كتاب الساينس وكتاب الانجليش، مش هم الكتابين بس طول السنه، لا في كتب تانية بتبعت لك الترم الثاني، في كتاب امتحانات معمول بشكل يعني خطير جدا، مختلف تماما، هيبقى مطبوعات لك اخر السنه، وفي كل امتحانات السنين اللي فاتت من اول 24 23 22 21، كل الامتحانات الجميله دي هيبقى موجوده فيها ان شاء الله. فلسه احنا معانا سورسز كتير وكتب تانية قدام هناخدها وهنحل منها كتير، غير ان اصلا الكتب اللي معاك دي فيها كميه قطع مهوله، انت ممكن تقعد تحل فيها ما تخلصهاش. تمام، فما تقراوش من موضوع الحل ده خالص. تمام، خلينا بقى نبدا الشابتر الاولاني. حلو، احنا بقى كده خلصنا الانترودكشن الجنرال، خلينا بقى نتكلم على الانترودكشن بتاع الشابتر 1. حلو، بص يا شباب، انتوا عندكم مفيش غير 4 باسجات او 4 انواع من الباسجات. تمام، دول اللي انت هتقابلهم طول الشغل بتاعك او طول السنه او في الامتحان. حلو، والله بقى هو يعني السنه دي جه بقى يستسكى ويجيب نوع جديد، يعني احنا هنغطي كل الانواع اللي موجوده معانا لحد السنه اللي فاتت. حلو، ايه اصلا اللي بيختلف او بيخلي دي نوع قطعه مختلفه عن النوع القطعه دي؟ يعني ليه مثلا نقول دي قطعه داتا ريبريزنتيشن ودي قطعه كونفليكتنج فيو بوينتس ودي قطعه توبيك؟ ايه الفرق؟ الفرق بكل بساطه يقول لك هو في شكل المعلومات اللي انا بقدمها لك. تمام، يعني ايه؟ يعني مثلا انا في قطعه الداتا ريبريزنتيشن غرضي من المعلومات دي كلها ان انا اعلمك ازاي تقرا داتا، ازاي تحلل جراف، ازاي تحلل تيبل. انا في قطعه الريسيرش سامري انا غرضي الاساسي ان انا اعلمك ازاي تحل او تفهم الاكسبيرمنت، ازاي تفهم اكسبيرمنت، ازاي تفهم البروسيجرز والتولز، ازاي تفهم الخطوات بتاعت الساينتفك ريسيرش، ازاي تفهم الخطوات ان انا اعمل اكسبيرمنت في معمل. ده اللي انا غرضي او اوصله لك من الريسيرش سما. الكونفليكتنج فيو بوينتس انا غرضي ان انا اوصلك وجهات نظر وازاي احنا بنحلل وجهات النظر المختلفه ما بين 2 علماء، واحد بيحط ادله وواحد بيحاول يسبورت نفسه بادله هو بيعملها، وواحد تاني جايب شكل التاني او النظريه المعاكسه للموضوع وبرضه بيحاول يثبتها بادله، وانت تحلل ده وده وتحاول توصل مين الصح ومين الغلط وايه الديفرنسز وايه السيميلاريتيز والكلام ده كله. تمام، اخر نوع عندنا مثلا اللي هو التوبيك باسج. التوبيك باسج ده الغرض الاساسي بتاعه هو ان انا بكل بساطه هجيب لك قطعه طويله، القطعه الطويله دي الغرض الاساسي منها ان انت تتعلم ازاي تقراها بسرعه وتطلع منها المعلومات المهمه وتبتدي تحط المعلومات دي او تستخدمها انك تحل الاسئله اللي جايه على ايه، على القطعه الطويله دي.
فده الفرق الاساسي والجوهري اللي ما بين كل القطع، ان انا ازاي بجيب لك المعلومات وبأصلها لك وبفسرها لك. يعني عارف انت ممكن تلاقي مثلا توبيك واحد او فكره مثلا حاجه زي الاورجانيك كيمستري مثلا يعني، ممكن تلاقي قطعه اورجانيك جايه لك بهيئه الداتا ريبريزنتيشن جرافات وتيبلز ومش عارف ايه. ممكن نفس التوبيك ده، نفس فكره الاورجانيك كيمستري، يجيبها لك في قطعه ريسيرش، هيبقى الهدف بتاعه حاجه ثانيه خالص. ممكن يجيبها لك في نظريه عن اثنين علماء بيتكلموا على مركب معين ايثانول مثلا واستخدامه في كذا حاجه، ده فكره ثالثه خالص. تمام. فهو انواع الباسجز كلها بتتمحور حوالين انا بقدم لك المعلومه وعايز اوصلك لايه. تمام. وفهمك للموضوع ده بيساعدك قوي ان انت تحل الاسئله اللي جايه على القطعه، لان الاسئله اللي بتيجي على الداتا الريبريزنتيشن باسج مش هي اللي بتيجي على الريسيرش، مش هي اللي بتيجي على الكونفليكتنج، مش هي اللي بتيجي على التوبيك باسج. تمام. ففهمي انا للنقطه دي بيسهل لي بعد كده لما اجي انا احل الاسئله اللي على القطعه دي. حلو جدا. فيقول لك ايه؟ يقول لك ان انت اي باسج عندك في الدنيا هي عباره عن ايه؟ هي كومباينيشن ما بين الرايتنج ديسكريبشن والجرافيكال انفورميشن. تمام. ده خاصه في الحته بتاعه الداتا ريبريزنتيشن والريسيرش. تمام. بيقول لك بقى بكل بساطه ان الهدف الاساسي عندي من الداتا دي او الرايتنج بورشن او الجزء المكتوب ده ان هو يعرفني انا التست تيكر، انا الشخص اللي باخد الامتحان دوت على الداتا الموجوده، او على الديسكريبشن بتاعت الاكسبيرمنت، او على الساينتفك فيو بوينتس، او على التوبيك نفسه اللي انا جايبه لك، اوضح لك الديتيلز بتاعت التوبيك. تمام. بس فده الفكره. يبقى انت عندك اي قطعه متقسمه لجزئين، جزء ريتن، جزء هدفه انه يوصل لك حاجه، وجزء عباره عن الحاجه دي ممكن تبقى جراف، ممكن تبقى تيبل، ممكن تبقى تشارت، ممكن تبقى مؤثره، ممكن ما تبقاش مؤثره، ممكن تبقى موجوده، ممكن ما تبقاش موجوده، على حسب نوع القطعه. تمام. وده يودينا لجزء مهم جدا والتركايه ممكن تسمعها من بعض الناس يعني، او المدرسين، او فكره ان انت تنزل حل الاسئله على طول. مش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه في الاي سي تي اسمها، او في اليو ار تي اسمها انزل حل الاسئله على طول. في الاي سي تي، الاي سي تي عشان كمان التايم قليل قوي كمان بالنسبه للباسجات، فعادي ممكن يقول لك انزل اقرا الاسئله على طول. لكن في اليو ار تي انت لازم تقرا المعلومات كلها، لان هو في المعلومات عايز يوصل لك حاجه. تمام. حلو جدا. يبقى زي ما قلنا اليو ار تي هو امتحان هدفه الاساسي ان هو يقيس قدرتك على فهم، وان انت تربط الداتا والريزلت والاكسبيرمنت ببعض. هو مش هيسالك على معنى الثيرموداينامكس يعني ايه، ولا هيسالك على الديريفيتيف بتاع قانون جاي منين، ولا هيسالك على اساسيات المندل في الجيناتكس. مش هيكلمك على ده، مش ده الهدف بتاعه، لان الكلام ده هو انت اوريدي واخده في التي يو سي. تمام. لان انا مثلا مش انا لو ستيم يونت يعني انا مش فاضي ان انا اجيب لك نفس المعلومات في شكل امتحانين مختلفين هو نفس المعلومات. تمام. ده انت حتى في امتحانات العربي والالماني اللي هي نفس المنهج، يعني هو نفس المنهج بتذاكره هنا وهنا، تقسيمه الامتحان مختلفه عشان يبقى اليو ار تي في حاجه والتي يو سي في حاجه. يعني مثلا في الالماني تلاقي مثلا اليو ار تي جايب لك فيه السيتويشنز وجايب لك فيه قطعتين، التي يو سي تلاقي جايب لك فيه الكلمات 15 سنه عن الكلمات والجرامر، وجايب لك فيه الايميل والباراجراف. هو مش جاست يحط لك امتحانين وخلاص، هو لازم كل امتحان يبقى فيه حاجه خاصه بيه، في حاجه مختلفه، في حاجه انت تتدرب عليها بشكل مختلف. تمام. فانت لازم تبقى فاهم ان انت كل اللي انت محتاجه في اليو ار تي انك تتعلم ازاي تقرا بسرعه وتفهم القطعه وتفهم الداتا وتفهم الجرافس عشان تبتدي تطبق ده في الحل. تمام. حلو جدا. نبتدي بقى ناخد جنرال تيبس. التيبس دي هتنفعنا في كل انواع القطع، يعني الكلام اللي جاي ده لكل انواع القطع، للداتا والريسيرش والكونفليكتنج والتوبيك واي نوع قطعه في الدنيا. رقم واحد، ده اللي احنا بنقوله، ان انت لازم تابروتش الساينس تيست برايت مايند سيت. يعني ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك لازم تبقى عارف ان الامتحان بتاعك ده امتحان تايم بريشر تيست. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تخش الامتحان تتوتر وتضغط جوه الامتحان، لازم تتدرب على ده طول السنه. لان انت لو اتوترت في الامتحان او ما ظبطتش التايم مانجمنت بتاعتك في الامتحان، كل المجهود اللي احنا بنعمله طول السنه ده ملوش لازمه. ليه؟ لان الموضوع بكل بساطه ان انت عندك 9 قطع. حلو. قعدت تحل هوب الساعه ونص خلص، فاضل لك قطعه او قطعتين ما تحلوش. 100% انت ما قدامكش حاجه ان انت ايه اي بي سي دي اف جي وتروح جاي مرندم الثمان 9 اسئله دول في الورق. فما ينفعش، توصل الحته دي. فانت لازم تبقى عارف ومسيستم المايند سيت بتاعتك، هو الامتحان ده إيه الدنيا بتاعته، ايه النظام بتاعه، ابقى اتدرب عليه ازاي. ده من الاول. حلو. تاني حاجه ان انت لازم يكون عندك استراتيجي معينه للانسرنج بتاع الساينس باسج. ما ينفعش حضرتك ما يكونش عندك على الاقل جنرال بلان للباسجز بتاعتك. تمام. يعني ايه جنرال بلان؟ يعني انا عارف ان انا هخش على الباسج ديت هعمل 1 2 3 4، عارف لما اخش على الريسيرش هعمل 1 2 3 4،
لما اخش على الكونفليكتنج نفس الكلام، لما يجي لي قطاع التوبيك ما فيهاش اي داتا خالص، ما فيهاش رقم واحد، برضو ليا طريقه بمشي فيها عشان احاول اماكسمايز الاسئله الصح او احل اكبر قدر ممكن من الاسئله الصح. نفس الموضوع مثلا لو جات لي قطعه اول مره اسمع عنها، وده اللي بيجي في الامتحان، لو جالي توبيك جديد، لو جالي موضوع اصلا ما عداش عليا في الجيولوجي ولا عدى عليا في الكيمستري ولا الفيزيكس طول السنه، ما عمره ما جه قدامي ولا اعرف عنه حاجه، ازاي هشتغل عليه، ازاي هحل، وهكذا. فده اللي احنا بنسميه الجنرال بلان. فانت ما ينفعش لو عندك جنرال بلان. عشان كده بقول لك النصيحه اللي اتقالت لكم من فكره ان انت خش بس كل تعمل انت طول السنه اقعد حل قطع واقرا قطع بسرعه وحل اسئله بسرعه، هتيجي الامتحان هتتصدم. هتتصدم ان انت آه هيفضل لك توبكس اول مره تشوفها، ممكن يغير جوه في نوع قطع. يعني حتى الامتحان السنه اللي فاتت، يعني الطلبه بتاعتنا الحمد لله قال لك حتى لما هم جابوا نوع قطع شويه مختلف او ما فيهوش داتا كتير زي ما بيتدربوا في معظم السنه، هم عرفوا يتعاملوا لان هو اوريدي اتدرب كتير وعنده جنرال بلان لثلاث اربع انواع قطع. فحتى هو لو غير او ميكس ما بين قطعتين انت هتستخدم نفس البلان، مش هتغير كتير قوي في البلان بتاعتك، فهتعرف تحل برضه. تمام. اخر تيب اللي قلنا عليه من شويه، دونت جامب تو ذا كويشنز، ده بالنسبه لك ويست يور تايم، ما تضيعش وقتك. فكره ان انت تنط على الاسئله على طول وتحلها بسرعه من غير ما تقرا ولا كلمه في القطع ومش عارف ايه، ده تضييع وقت وده مش هيفيدك خالص في الايه في الامتحان بتاعك. تمام. خلينا بقى نبتدي نتكلم على الباسجز بتاعتنا. احنا عندنا زي ما قلنا اربعه باسج اساسيين: الداتا ريبريزنتيشن والريسيرش والكولكتنج والتوبيك باسج. حلو. هنبدا النهارده هناخد زي ما قلنا الداتا ريبريزنتيشن اللي هي اول سيشن في الشابتر واحد بتاعنا اللي هو الداتا انتربريت. تمام. ايه هي بقى الداتا ريبريزنتيشن باسج دي بكل بساطه؟ هي الباسج فور جرافس تيبل شارت. وقبل ما ابدا، يا دكتور انا سمعت السنه اللي فاتت انه خلاص ما بقاش في دي سي تي خالص. لا، هو جه قطع اي سي تي السنه اللي فاتت وفي 23 جه قطع اي سي تي. تمام. يا دكتور انا سمعت ان هو بقى يجيب ام كات. لا، هو ما جابش ولا قطعه ام كات السنه اللي فاتت، ولا سؤال ام كات السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبليها. تمام. اما ايه يا دكتور الكلام اللي سمعته عن القطع الجديده وهكذا؟ بص، هو بكل بساطه بقى يجيب نوعيه قطع جديده اصعب سنه من الاي سي تي واقل من الام كات. تمام. يعني هو ما بقاش يجيب اي سي تي بشكل صريح. تمام. رغم ان هو عادي، هو جاب قطعتين في الجيو مثلا اي سي تي، جاب قطعه في الكيمستري اي سي تي، جاب قطعه في الفيزيكس اي سي تي، اي سي تي اللي هو بنفس النظام اللي احنا بنتكلم عليه ده. تمام. بس عادي جاب بعد كده قطعه لا شكلها مختلف، جاب قطعه شكلها مختلف، بس القطعه دي هي برده معتمده على البيزكس بتاعها على الاي سي تي. تمام. يعني هو جايب قطعه اصعب من الاي سي تي سنه، بس هي معتمده في البيزكس بتاعتها على الاي سي تي. تمام. وما جابش قطع ام كات. تمام. احنا اوريدي هنحل الام كات بتاع البيولوجي تحديدا لان ده الاقرب برده ان في باسجات وكده فبنحله. لكن ام كات الفيزيكس والكيمستري ما جابش اي حاجه لها علاقه بام كات الفيزيكس والكيمستري السنه اللي فاتت. تمام. فنكمل اللي احنا بنقوله. فالداتا ريبريزنتيشن باسج هي الباسج بتاعت الجراف والتيبل والشارت. طب الكويشنز بتاعتها او الاسئله بتاعتها بيبقى غرضها ايه او هدفها الاساسي ايه؟ الكويشنز بتاعتها بتبقى الهدف الاساسي بتاعتها ان انت تقرا وتحلل وتانلايز الترند والباترنز كوريكتلي. يعني ايه؟ وده هنتكلم عليه كمان شويه. انت اي جراف في الدنيا او اي قطعه او اي جراف او اي تيبل بيبقى فيه حاجه اسمها ترند، في حاجه اسمها باترن، في حاجه اسمها نظام هو ماشي عليه الجراف ده. تمام. هو عايز يوصل لك بوينت من الجراف ده. تمام. فانت هتلاقي معظم الاسئله اللي بتيجي، وهوريك احنا اوريدي عندنا اكزامبل هنطبق مع بعض في اخر الباوربوينت، هتلاقي ان هو اوريدي بيبتدي يجيب لك الاسئله كلها على فكره الداتا دي، وعلى فكره انت فاهم الترند ده ولا مش فاهمه وهكذا. تمام. طب ايه هي الاستراكشر؟ يعني ايه الاستراكشر؟ يعني شكل القطعه عامل ازاي؟ شكل القطعه بكل بساطه يعني بيجي لك انتروداكشن، انترو باراجراف بسيط جدا. حلو. وبيجي لك عليه بعدها جراف او تيبل، ثم يجي لك بعدها ايه جراف او تيبل بس. تمام. يعني يجي لك انتروداكشن، انترو باراجراف، بعد كده يجي لك جراف او تيبل. الجراف بقى ممكن يبقى جراف واحد، جرافين، ممكن يبقى جراف تيبل، ممكن يبقى تو تيبلز. تمام. على حسب بقى القطعه. شويه تيبس مهمه جدا جنرال بعد ما نخش بقى في السكيلز الايه يعني هناخد جنرال تيبس كده، هناخد ايه سبيسيفيك تيبس كمان شويه. اول حاجه الفيجرز والجراف هي الموست امبورتنت تو فوكس ذان تكست. يعني الداتا ريبريزنتيشن باسج الفيجرز والجراف دول مهمين. يعني يا دكتور معناه ان انا اسكيب ما اقراش الكلام؟ لازم تقرا كل كلمه في القطعه، بس لازم تفرق ما بين السكيم والسكان، ما بين انا بقرا بسرعه عشان بس اوصل للبوينت، وما بين ان انا بقرا ان ديتيلز كل تفصيله في الكلم في القطعه دي وهكذا. فانا كل قطعه بيبقى فيها حاجات محتاجه سكيمنج وفي حاجات محتاجه سكان. فانا التكست في قطعه الداتا ريبريزنتيشن الهدف الاساسي بتاعها ان هي عايزه تشرح لي الجراف والفيجر، فانا بقراها بسرعه افهم بس الفيجر والجراف عامل ايه، وبعد كده انزل على الفيجر والجراف. تمام. تاني نصيحه، لوك كيرفلي ات اكسس، وده هنتكلم عليه كمان شويه، اللي هو انت لازم تعرف الليبل بتاع الجراف او بتاع التيبل. يعني ايه الليبل يا دكتور؟ يعني الجراف ده بيقارن ايه بايه؟ انا مش هينفع اخش كده ليد لاين بيحصل له انكريز، انا مش عارف اللاين ده معتمد على ايه وعلى ايه الاكس اكسس ايه الواي اكسس وهكذا. فلازم اقرا كويس وافهم هو بيقارن لي ايه بايه.
ثالث حاجه ان معظم الكويشنز بتيجي تسالني واي او هاو. يعني ايه؟ وقصدي ما بتسالنيش على واي او هاو. يعني ايه؟ يعني هو انت مثلا لو جيت كلمتك في قطعه الكونفليكتنج فيو بوينتس او التوبيك باسج، خلينا في التوبيك باسج. القطعه دي مثلا هتلاقي الاسئله كلها بيقول لك ليه العالم هنا فكر كده، وازاي الاكسبيرمنت دي حصل فيها كذا. تمام. لكن الاسئله في الداتا ريبريزنتيشن مش هتلاقيه بيسالك بالطريقه دي. هتلاقي دايما بيسالك يقول لك اشرح لي الترند في الفيجر ده عامل ازاي. قول لي لو انا مثلا حطيت ترايل جديده او زودت ترايل، ايه النتيجه اللي هتظهر لي. تمام. يبقى الاسئله كلها متمحوره على كده. حلو جدا. يبقى تاني، او ناخد نوت مهمه جدا. ازاي يا دكتور افرق ما بين الداتا ريبريزنتيشن باسج والريسيرش سامري باسج؟ لان ده مهم جدا، لان انت جوه الامتحان الاثنين دول شبه بعض شويه. يعني في شبه فيهم داتا وفيهم تيبلز وفيهم جرافس، فانت ممكن تتلخبط ما بين دي كده او كده. فازاي نقدر نفرق؟ الفرق الاساسي تمام اللي ما بين الاثنين، او الكي ديفرنس الاساسي، ان الريسيرش سامري باسجز، وده هنشرحها في السيشن اللي جاي ان شاء الله، هتلاقيها بتفوكس على الديسكريبشنز بتاعه الاكسبيرمنت او مالتيبل اكسبيرمنت instead of general description of scientific concept. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هتلاقيه جايب لك قطعه الداتا ريبريزنتيشن دلوقتي، بيكلمك على ايه؟ بيكلمك مثلا على الاحتكاك. حلو، قطعه جايه عن الاحتكاك والفريكشن وهكذا. هتلاقيه جايب لك انتروداكشن. الانتروداكشن دي بيشرح لك فيها جنرال عن الفريكشن، كلام جنرال عن الفريكشن. بعد كده بيقول لك ايه؟ هتنزل تحت تلاقي جراف واحد وجراف اثنين، كل جراف بيكلمك عن كذا كذا كذا. دي كده تبقى داتا. طب لو خدت نفس الموضوع الفريكشن، لو جبته على الاكسبيرمنتس، هتلاقيه بيقول لك انتروداكشن بتتكلم عن الفريكشن برضه ان جنرال. بعد كده يخش يقول لك ايه؟ اكسبيرمنت 1 هكلمك عن الستاتيك فريكشن، ويبتدي يشرح لك بقى عن الستاتيك فريكشن. اكسبيرمنت 2 هكلمك عن الدايناميك فريكشن او ايا كان، يعني اي حاجه في الفريكشن. تمام. يكلمك مثلا على الكوفيشنت بتاعت الفريكشن. تمام. يبقى اكسبيرمنت 1 بتتكلم عن كذا، اكسبيرمنت 2 بتتكلم عن كذا. تمام. فبتبتدي تلاقي مور ديسكريبشنز، مور تكست بيتكلم على كل اكسبيرمنت لوحدها وبيوصفها لوحدها. فانت اول ما تلاقي الطريقه دي اعرف ان دي مش داتا، دي قطعه ريسيرش مش قطعه داتا. لكن لما تلاقي جنرال كده عن الكونسبت في العموم، اعرف ان دي قطعه داتا. تمام. حلو جدا. طب ليه انا بقول لك كده؟ عشان لازم تتعلم انك تبقى فوكسد يا شباب. مهم قوي وانت بتحل. ما يعني ايه؟ ما تتصدمش، ما تتوترش. ما لو مثلا تلاقي توبيك جديد، يا لهوي ده انا اول مره اسمع التوبيك ده، او اول مره اقرا التوبيك ده. لازم تبقى في قمه تركيزك وانت بتحل اي مسج. عشان هو والله العظيم يا شباب جوه الامتحان، والله 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 اللي بيفرق طالب عن طالب هو مدى التركيز بتاعك جوه الامتحان. ده عموما كده كده انت طالب عليه طول السنه، واقول لك انت ازاي تفضل محافظ على تركيزك وهكذا. تمام. بس التركيز ده الحاجه العامل الاساسي. انت لو معاك سكيلز الدنيا ومش مركز مش هتعرف تستخدمها. تمام. فانت لازم تبقى دايما في قمه تركيزك وانت بتحل. حلو جدا. طب يا دكتور، احنا قلنا وعرفنا كل حاجه. ايه بقى الستبس اللي انا هعملها بشكل تفصيلي لما اجي احل قطعه داتا ريبريزنتيشن؟ هقول لك تعالى. انت بتيجي تحل قطعه داتا ريبريزنتيشن، رقم واحد لازم اول خطوه كده ان انت تاخد جنرال ايديا. يعني ايه جنرال ايديا؟ يعني لازم تقرا الباك جراوند انفورميشن، يعني لازم تقرا الانترودكشن بتاعه الباسج. ليه يا دكتور دي مهمه؟ عشان حضرتك ما ينفعش تخش تحل اسئله وانت مش عارف الباسج بتاعتك بتتكلم عن ايه. ما ينفعش تخش تقرا جراف وانت ما تعرفش الجراف ده بيتكلم عن ايه، او الجراف ده جه منين. تمام. فانا لازم اقرا عشان اخد جنرال ايديا عن التوبيك. حلو جدا. تاني تب او تاني خطوه لازم اعملها ان انت نو ايدنتيفاي هايلايت. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بكل بساطه ان انت لازم تبتدي بقى لما تيجي تقرا الجراف او التيبل ان انت تحدد الليبل. دي اول خطوه، انك تعرف وتايدنتيفاي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا عارف مثلا دلوقتي ان انا بقارن السرعه والاحتكاك وتاثيره على السرعه، فانا جايب لي جراف ما بين الفريكشن والفيلوسيتي. تمام. فخلاص انا حددت الفريكشن والفيلوسيتي. ثاني حاجه هايلايت. هايلايت يا دكتور، هايلايت الترند الموجود. اعرف الترند، هل انا كل ما بزود الاحتكاك السرعه بتزيد ولا بتقل؟ هل انا كل ما بقلل الاحتكاك السرعه بتزيد ولا بتقل؟ وهكذا. ده اسمه هايلايت. حلو. اخر ستيب او ثالث واحده بقى اللي هي دي اللي بنتكلم عليها، اللي هو ايدنتيفاي ذا ترند. ان انت تعرف الترند اللي في التيبل او في الجراف، تعرف المعنى بتاع الداتا دي. تمام. هو مش جايب لك 1 2 3 4 وماس وشويه حروف وشويه ارقام. هو لازم يبقى في معنى رابط الارقام دي كلها ببعض، لازم احدده. فالسمري للثري ستيبس ان انت بتاخد كويك لوك، تاخد جنرال ايديا. تمام. بعد كده انت بكل بساطه بتايدنتيفاي الليبلز وتفهم الجراف. بعد كده بتايدنتيفاي الترند. بعد كده تروح جاي على طول على ايه؟ على الاسئله بتاعت حضرتك. تمام. طب تعالى بقى نتكلم. احنا كده خدنا السكيلز او خدنا الاستراتيجيز الخاصه بالقطعه. تمام. خلينا دلوقتي نقرا بقى السكيلز الخاصه بالسؤال. انا دلوقتي لما انزل على سؤال، ايه اللي المفروض اعمله؟ رقم واحد، اول سكان اسمها وير ام اي لوك. يعني ايه؟ بص يا شباب، الاسئله كلها، امتحان اليو ار تي كله الساينس معتمد على الباسج.
يعني ايه؟ يعني الاسئله كلها او بنسبه 95% من اسئله اليو ار تي هتلاقي اجابتها جوه الباسج. تمام؟ فانا لازم اتعلم ازاي ارجع للباسج واروح بالظبط على النقطه اللي السؤال ده بيسالني عليها. تمام؟ انا لو اتعلمت ده انا وفرت وقت بالعبيط ان انا اقرا السؤال اعرف بس السؤال ده عايز نطلع على باراجراف 2 في السطر الثالث، الاجابه هنا. السؤال ده عايز نطلع على الجراف الثاني في اللاين الثاني، الاجابه هنا. انا لو عرفت اعمل كده انا وفرت على نفسي وقت كتير جدا. فده معناه ايه؟ ان انا اول حاجه احدد هو عايزني ابص على ايه. عايزني اطلع ابص فين في القطعه دي كلها؟ القطعه دي عباره عن باراجرافين وثلاثه تيبل، انا عايز ابص فين؟ فهتلاقي كاتب لك دايما في السؤال فيجر 1 فيجر 2 تيبل 1 وهكذا. تمام؟ تلاقيه بيقول لك بيزد اون ريزلت اوف ذا ستادي. بيزد اون ريزلت اوف ذا ستادي معناه ان انت هتطلع تشوف على الداتا الخاصه بالاستادي المعينه دي. يعني مثلا اقول لك بيزد اون ريزلت اوف ستادي 2، خلاص انا معايا قطعه فيها مثلا 4 ستاديز، انا مش هبص غير على ستادي 2. يقول لك مثلا ايه؟ بيزد اون ستادي. خلي بالك ان في فرق لما يقول لك بيزد اون ريزلت اوف ذا ستادي، معناه انه عايزك تبص على الداتا بتاعه الاستادي دي، الداتا. لما يقول لك بيزد اون ستادي يعني عايز تبص على التكست بتاع الاستادي. وانت فاكر لما قلت لك في الاول من شويه ان انت عندك قطع يبقى جايب لك عباره عن كلام وجرافات وتيبلز. فممكن سؤال يبقى عايزك تبص على الداتا، ممكن سؤال يبقى عايزك تبص على التكست، هو الاجابه في التكست. فهتلاقيه بيقول لك كده. في بقى يعني جمله لو لقيتها في السؤال يبقى جمله رخمه جدا. تمام؟ اللي قال لك according to the information provided او according to the passage او based on the passage. الاجابه دي او السؤال ده في الغالب مش محتاج ان انت تطلع تقرا القطعه كلها، لان هو في الغالب معتمد ان انت قريتها وفاهمها، وهيجيب لك سؤال على القطعه كلها. سؤال ان جنرال، سؤال محتاج ان انت تبقى قاري القطعه كلها. تمام؟ ف دي كده شويه اشكال هتقابلها في الاسئله تعرفك المكان اللي انت هتبص عليه. هل انا هطلع ابص على فيجر او تيبل على طول، ولا اطلع ابص على ستادي او الريزلت بتاعتها، ولا اطلع ابص على التكست بتاعها، ولا اطلع ايه اقرا القطعه كلها من الاول، او ده سؤال مش محتاج مني ان انا اكون قريت القطعه كلها مره قبل كده. حلو جدا. طب تاني سكيل او تاني حاجه مهمه، وات ام اي لوكينج فور. حلو، انا دلوقتي هو عرفت ان انا هطلع على ستادي 2 على الريزلت بتاعتها على الجراف اللي قدامي. هبص على ايه في الجراف؟ فممكن يبقى السؤال عايزني ابص على يونت، على كيلو جرام، على نيوتن، هكذا. ممكن يبقى السؤال عايزني احدد حاجه في الترمينولوجي، يعني ليه مثلا جايب لك بيزد اون ستادي او ريزلت ستادي 2 لو غيرت في البي اتش، فهو عايزني اطلع على الجراف ده ابص على البي اتش بيحصل فيها ايه، او على التمبريتشر، او على ديتكتور، او على ديبوزيت، او على اي حاجه هو بيحددها لي في السؤال بتاعي. يبقى هو دايما في السؤال هتلاقيه بيحدد لك حاجتين دايما، تبص فين وتبص على ايه. فمثلا هيقول لك بيزد اون ستادي 2، فانت تطلع تبص على التكست بتاع ستادي 2. هيقول لك بيزد اون فيجر 1، فانت تطلع على فيجر 1. يقول لك بعدها لو غيرت في البي اتش، لو غيرت في التمبريتشر، لو غيرت في كذا، لو غيرت في كذا، فده معناه ان انا هطلع ابص على ستادي 2 او فيجر 2 او جراف 2 على التمبريتشر دي او على البي اتش ده. تمام؟ او ممكن تلاقيه بيقول لك حاجه عن الاكس والواي ليبلز. يقول لك مثلا انا لو زودت، لو عندي مثلا بص يا شباب عشان انا عارف ان الكلام دلوقتي نظري، انا حالا بالظبط هناخد اكزامبلز عليه بجرافس وكده. تمام؟ بس ركزوا معايا في الكلام النظري. تمام؟ ممكن مثلا تيجي يقول لك ايه، لو انت عندك مثلا جراف بسيط جدا ما بين المسافه والسرعه. حلو، المسافه مثلا على الاكس اكسس والسرعه على الواي اكسس. فعادي ممكن يقول لك مثلا انا لو زودت السرعه يبقى انا معناها ايه؟ بغير في الواي اكسس. او لو زودت المسافه يبقى معناها ايه؟ بغير في الاكس اكسس. فهو ممكن يجيب لك سؤال بالطريقه دي. حلو. او ممكن يبقى الاجابه جوه الانسرز. يعني يا دكتور يعني مش محتاج تبص اصلا على حاجه. يعني هو وعلى فكره ده سؤال هناخده قدام في السيشنز جايه، سؤال مهم جدا اسمه الانفرنس كويشن. الانفرنس كويشن ده سؤال هو اجابته جوه القطعه. اسف، جوه السؤال، جوه الاجابات. انت بتقارن الاربع اختيارات ببعض، بتختار الاجابه الاقرب للقطعه وتودي الاجابه الصح. لا بتطلع تقرا القطعه ولا بتطلع تبص على القطعه. تمام؟ وليه بقول لك ده مهم انك تحدد ده؟ لان انت مثلا لو قابلك سؤال من النوع ده في الامتحان، فانت هتاخد السؤال ده وتطلع تشقلب القطعه من اولها لاخرها ومش هتلاقي الاجابه. انت لو قريت بس الاجابات الاربع اجابات بتوع السؤال ده هتعرف تلاقي الاجابه الصح. لكن لو انت خدت السؤال ده زي كده وطلعت شقلبت القطعه كلها مش هتلاقي الاجابه بتاعتك فيه. حلو جدا. اخر حاجه او يعني اخر سكيل النهارده لها علاقه بالداتا ريبريزنتيشن، تحديد النمبر بيهيفير، تحديد الترند في التيبل والجراف. لازم حضرتك تبقى عارف ان انا مش ما يهمنيش الارقام ايه، ما يهمنيش 1 2 5 500 1000 0.14، ما يهمنيش ده كله. يهمني هم ازاي بيتعاملوا، هو الريليشن اللي ما بينهم عامله ازاي، بيزيدوا مع بعض بيقلوا مع بعض هكذا. ده اللي يهمني انا. تمام؟ يبقى انت لازم من بعد السيشن دي على طول كده تدرب عندك مهاره او يعني حاجه عندك تبقى
لحظيه. انت في اول ما بتبص على اي جراف او على اي داتا في مينت، خلاص في دماغك الجراف ده كذا، الجراف ده دايركت ريليشن، الجراف ده اندايركت ريليشن، الجراف ده فيه كذا لاين، في لاين واحد وهكذا. تمام. طب تعالى بقى ايه، خلاص احنا كل اللي خدناه ده كان كلام نظري نظري نظري، تعالى بقى نطبق شويه في الجزء اللي جاي ده على العمل بتاع الاسئله. عايزكم بقى انتوا معايا كده في الشات، تمام، تجاوبوا لي الجراف والسؤال اللي قدامكم ده يا شباب. في حد بيسأل بيقول الداتا اللي هي الجرافات وكده او الريزلت، الداتا او الجرافات او الريزلتس كلهم عباره عن جرافس وتيبلز وتشارت. تمام. اجابات كتاب الساينس هتترفع على الدرايف. نحل اول سؤال يا شباب اللي هو سؤال 4. حلو. الناس بدات تجاوب. تمام. قبل بس ما نقول اجابه، لان الاسئله اجاباتها بسيطه، انا عايز تبص على تيبل زي ده. ده مثال حي لتيبل ممكن يتكرر معاك في 5000 باسج، وممكن يجي لك زيه في الامتحان. تمام. اول قاعده هنا لازم تتعلمها بس، دي قاعده في الساينس عموما، ان انت ما ينفعش تقارن اكتر من متغيرين ببعض. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هتلاقي هنا هو بيقارن هنا في اول سؤال الماس بالفورس. حلو. هتلاقي هنا مثبت ايه؟ الاكسلريشن، مثبت ايه؟ التمبريتشر. انت ما ينفعش تغير مثلا الاكسلريشن والماس مع الفورس. ليه؟ لان دلوقتي لو جيت قلت لك الفورس بتتاثر ازاي بالماس، هتقول لي بتزيد. اقول لك طب لو الاكسلريشن كانت بتتغير، ايه اللي عرفك ان الاكسلريشن ما بتاثرش؟ فانا لازم اثبت الاكسلريشن واثبت التمبريتشر عشان اعرف اقارن الماس بالفورس. نفس الكلام لما جه يقارن الاكسلريشن بالفورس، هو ثبت ايه؟ ثبت الماس. ولما جه يقارن التمبريتشر بالفورس، هو ثبت ايه؟ ثبت الماس وثبت الاكسلريشن. فهي نفس الموضوع. تمام. فدي قاعده مهمه. الناس بدات تجاوب الاسئله في الشات. تمام تمام تمام. اول سؤال فعلا هي اجابته ايه؟ هو قال لك بيزد. تعالى بقى، انا مش هم زي ما قلت لك، أنا مش مهم عندي انك تعرف الاجابه الصح، المهم عندي تحدد. هو قال لك ايه بقى؟ ركز. قال لك بيزد اون تيبل 1. تمام. خلي بالك التيبل ده انا جايبه من قطع، يعني مش جايبه كده. تمام. فانت المفروض يبقى قدامك قطعه فيها تيبلز وفيها جرافس وفيها اسئله وفيها جرافات وهكذا. هتلاقي هو بيقول لك في قطعه بيزد اون تيبل 1. انا كل الكلام ده ما يلزمنيش، انا اللي لازم عندي هو ده بس. انا الاجابه عندي هلاقي هنا. كمل. قال لك ايه؟ قال لك از الماس انكريز الفورس بيحصل لها ايه؟ يعني هو بيقول لك شايف التيبل ده كله، ما تبصليش غير على الماس والفورس، لا عايز اكسلريشن، عايز تمبريتشر، عايز تريل، عايز اي حاجه، انا عايز الماس والفورس. فزي ما انت قلت الاجابه ايه؟ الاجابه اف. انا هنا الماس بتزيد 2 6 10، الفورس بتزيد 6 18 3. تمام. طب سؤال 5 هتلاقي نفس الموضوع. قال لك بيزد اون تيبل 1، حدد لك تيبل 1. قال لك از الاكسلريشن بتنكريز. هنا بقى قال لك ايه؟ الاكسلريشن والفورس. هتبص هنا هتلاقي كل ما الاكسلريشن بتزيد 3 6 12، كل ما الفورس بتزيد. تبقى الاجابه ايه؟ انكريز اونلي برضو. اخر سؤال قال لك بيزد اون تيبل 1 ات التمبريتشر انكريز الفورس هيحصل لها ايه؟ هتبص على التمبريتشر كل ما بتزيد الفورس ايه؟ بتقل. يبقى الاجابه جي اللي هي ديكريزد اونلي. فهمتوا الكلام النظري اللي احنا قلناه بيطبق ازاي؟ تمام. فهمتوا الكلام النظري بتاعنا بيتظبط ازاي؟ هو ده بكل بساطه فكره ان انا احدد انا هبص فين وهبص على ايه. حلو. طب تعالى ناخد المثال الثاني. حلو يا شباب السؤال ده. يلا يا شباب. تمام تمام. ناس بدأت تجاوب. حلو. في إجابات مختلفة. ماشي. طب تعال نبص مع بعض. ده تيبل، والتيبل ده جايب لك ايه؟ بص انت اصلا اول حاجه تعملها لما تشوف تيبل قبل ما تشوف الاسئله، انك تبص وتحدد. فانا بصيت كده، انا كل ما الويكس بتعدي ايه اللي بيحصل في البيستيسايدز؟ كونسنتريشن بيزيد 22 49. لا ده مش بيزيد، ده بيرجع يقل تاني بقى 28. فبيزيد ويقل. تمام. طب البايو ماس بيحصل لها ايه؟ نفس الكلام، بتزيد تزيد بعد كده ترجع تقل. حلو. يبقى ده اللي انا عرفته من التيبل. طب هطبق ده في السؤال ازاي؟ تعال نشوف السؤال. قال لك بيزد اون تيبل 2. نفس الموضوع بناء على تيبل 2. فانا عرفت ان انا لو قدامي قطعه فيها كذا تيبل ابص على تيبل 2 بس. ركز بقى. قال لك ايه؟ قال لك از ذا نمبر اوف ويكس انكريز بيحصل ايه في البيستيسايد كونسنتريشن. انا ما يهم انا البايو ماس دلوقتي ما بقتش معايا، دي مش لازماني. كل ما الويكس بتعدي بيحصل ايه في البيستيسايد كونسنتريشن؟ بتزيد اهي، بتزيد رجعت تقل تاني. تبقى الاجابه ايه يا شباب؟ دي اللي هي فاريز but with no general trend. ما فيش هنا general trend عندي. تمام. الناس اللي اختارت ايه؟ مش عارف انتوا اخترتوها على اساس ايه. تمام. ناس اختارت اف، ناس اختارت ايه يعني كان. تمام. فنركز يا شباب، هي لا هي مش انكريز اونلي. انت ما خدتش بالك ان ال 51 بقت 28؟
ركز ركز ركز. وخلي بالك هو هنا ممكن يجيبها لك بطريقه ثانيه الاجابه، ممكن مثلا يقول لك فاريز بات ويز نو جنرال ترند، او يقول لك انكريز ذن ديكريز. ما هو ده اللي حصل، انكريز ذن ديكريز. طب طبعا بقى نشوف السؤال 8. السؤال 8 ده ركزوا فيه بليز يا شباب، تمام؟ قال لك بيزد اون تيبل 2. حلو. قال لك از ذا بيستسايد كونسنتريشن انكريز البايوماس بيحصل لها ايه يا شباب؟ سؤال 8. جميل جميل جميل. اغبى حاجه انت ممكن تعملها في سؤال زي ده ان انت تقول لي بس يا دكتور خلاص هو انا عرفت ان انا كل ما البيست سايد الاجابه بتاعتها فاريز بات ويز نو ترند، يبقى نفس الكلام هنا 8 الاجابه فاريز بات ويز نو جنرال ترند، ما نفس الكلام هي بتنكريز بعد كده بيحصل لها ديكريز. اقول لك معلش، هو كان هنا بيقارن لك ايه بايه؟ هو بيقارن لك عليه بالظبط. خلي بالك هو حدد لك كلمه مهمه قوي، قال لك في حاله الانكريز بتاع البيست سايد. يعني في دول بس، اول 3 ترايلز بس، اول 3 ويكس دي 22 951. ايه اللي بيحصل في البايو ماس؟ هتقول لي هي يا دكتور بتنكريز بس، والاجابه اف انكريز اونلي. تمام. فركز قوي، هو في السؤال عايزك تبص على ايه؟ هو مش عايزك تبص على البيستسايدز كلها، وعايزك تبص على اول 3 ويكس بس اللي بيحصل فيهم انكريز، وتبص الباقي بس بيحصل فيها ايه. تمام. فالكلام ده بيفرق جوه اللجنه جوه الامتحان. انت لو مش واخد بالك هتقول لي بس هنا فاريز بات ويز نو جنرال ترند، يبقى برضه هنا نفس الموضوع، هنا بتزيد وبعد كده بتقل، يبقى الاجابه فاريز بات ويز نو جنرال ترند. بس الاجابه مش كده. تمام. حلو جدا. حل السؤال ده. احنا اللي فاتت كان جرافس، يعني نحل بقى سؤال على، او كان تيبلز اسف، تعالى بقى نحل سؤال على جراف. تمام. جميل جميل. يبقى حلو، يبقى احنا اول ما نبص على جراف نحدد انا عندي ايه على الاكس اكسس تمبريتشر، عندي على الواي اكسس تايم. خلاص عملت هايلايت وعملت ايدنتيفاي. نبص على الترند، هلاقي عندي هنا برضو في حاجه هنا اسمها كي، والكي ده هندرسه بالتفصيل في السيشن اللي جايه بنستفاد بيه في ايه. المهم يعني الكي ده بيعرفني الجراف ده فيه ايه. حلو. فاحنا عندنا اول لاين ده ترايل 1، ثاني لاين ده ترايل 2. ترايل 1 كل ما التايم بيمشي كل ما التمبريتشر بتقل. طب ترايل 2 كل ما التايم بيمشي كل ما التمبريتشر بتزيد. حلو جدا. نمسك سؤال 9. قال لك according to figure 1. فهو ده فيجر 1، فانا لو عندي قطعه فيها 5000 فيجر انا مش هبص غير على فيجر 1. حلو. قال لك فور ترايل 1، وحدد لك على فيجر 1 ترايل 1. حدد لك على فيجر 1 ترايل 1 اللي هو اللاين ده، يبقى انا ماليش علاقه باللاين الثاني اللي عليه ده ما يخصنيش دلوقتي. حلو. قال لك بقى ايه as the time increase، زود لك في الايه في الاكس اكسس بيحصل ايه في التمبريتشر. طبعا واضح هنا من الترايل 1 التمبريتشر بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ديكريز. الناس اللي بتجاوب بسرعه وتكتب A واف ركزوا بليز يا شباب، ما تتسرعش في الاجابه، ما تتسرعش بعينك. ركز، هو عايز يسال على ايه ويقول لك بص على ايه في الفيجرز. تمام. حلو جدا. جميل. نبص على سؤال 10. قال لك according to figure 1 نفس الموضوع، لكن المره دي ايه trial 2، يعني ايه اللاين الثاني، يبقى انا اللاين الاولاني ده ما يلزمنيش في حاجه. حلو. قال لك as the time increase التمبريتشر بيحصل لها ايه؟ ادي التايم اهو، الاكس اكسس بتزيد، بيحصل في الواي اكسس اهو بتنكريز، يبقى الاجابه اف اللي هي انكريز اونلي. تمام. تمام كده يا شباب. حاسين ان الكلام النظري اللي احنا خدناه ابتدى شويه يتفهم على على الداتا وبنحللها ازاي وهكذا. تمام. هو ده مستوى الامتحان؟ لا طبعا، لا طبعا. هو معلش يا شباب، هو انت لما مثلا بتاخد سيشن في الفيزيكس في التي يو سي، ومثلا اديك انا مثال توضيحي يعني القانون ده بيطبق ازاي، هل ده مستوى الامتحان؟ اكيد لا يعني. تمام. بس نفس الاساس هيجي لك سؤال زي كده يقول لك according to figure 1، بس figure 1 هيبقى اصعب من ده شويه، يعني figure 1 ممكن يبقى اصعب من ده. تمام. هيقول لك for trial 1، trial 1 دي ممكن تبقى جراف مختلف شكله مختلف. تمام. ممكن يبقى هنا على الاكس اكسس مختلف، الواي اكسس مختلف، لكن شكل السؤال هو. لكن اللي بيختلف الجراف، القطعه، الاجابات دي ممكن ما تبقاش جايه من نفس الشكل ده. تمام. لكن شكل السؤال وشكل الجراف او شكل السؤال بيجي زي ما هو. تمام. حلو جدا. تعالوا برضو ناخد شكل مختلف او جراف بشكل مختلف ونشوف هنحل الموضوع ده ازاي. هنا جايب لك 4 سبيشيز A B C D، وجايب لك تريتمنت، وكل سبيشيز بنجرب عليه 3 تريتمنت، وبيظهر عندي شويه ايه ترند موجودين عندي. وهنا عندي الاكس اكسس عليها السبيشيز، وعندي الواي اكسس عليها السرفايفل ريت. فنبتدي الاسئله ونبتدي نحل سؤال 11 مع بعض يا شباب. حاضر، هكبر لكم الصوره شويه كده. تمام. اظن كده واضح، ادي الجراف وادي حلو بس اول سؤالين بعد كده نشوف تاني سؤالين تحت. جميل. ناس بدأت تحل. حلو حلو.
على فكره يا شباب، دي يعني هي دي مش سيشن اللايف عن الريكورد شويه. ان سيشن اللايف احنا بنحل مع بعض وبنوضح وبنشرح مع بعض. سيشن الريكورد انت بس اهم حاجه انك تسمعها بتركيز. تمام، حلو. تعالى بقى نحل اول سؤال كده عشان ما نطولش. قال لك according to figure 2. يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ ده فيجر 2. فانا لو قدامي 100 فيجر انا مش هبص غير على فيجر 2. قال لك as a species A. يبقى ركز، انا عندي هنا A وB وC وD وعندي كميه كولمز 16 كولم عندي. يبقى انا مش هبص غير على سبيشيز A بس. ده كل ده بالنسبه لي ملوش لازمه. تمام. قال لك underwent each successive treatment. كل successive treatment بيحصل البرسنت بتاعت السرفايف بيحصل فيها ايه؟ هل هي انا دلوقتي خدت تريتمنت 1، بعدها خدت تريتمنت 2، بعدها خدت تريتمنت 3، ايه اللي بيحصل؟ السرفايفر ريت او النسبه بتاعت الحيوانات او السبيشيز اللي بتعيش. تمام، بيحصل لها ايه؟ طبعا انت شايف اهي. انا مثلا لو جيت رسمت لاين لفوق كده هتلاقي اللاين بتاعي ايه؟ بيحصل له انكريز اونلي. يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه ايه؟ هي انكريز اونلي. سؤال 12 قال لك according to figure 2 برضو حدد لك هتبص فين. طب هبص على ايه؟ هبص على سبيشيز بي. ادي سبيشيز بي. قال لك اندر ويد نفس الكلام. قال لك البيرسنت بتاعت السرفايفر ايه؟ بص هو كان هنا بقى ديكريز، بعد رجع انكريز. يبقى هو ديكريز ثم انكريز، يعني مفيش ترند ثابت. يبقى الاجابه عندها تبقى الاجابه ايه؟ الاجابه جي اللي هو ديكريز ويز نو جنرال ترند. تمام، حلو جدا. تعال ناخد السؤال 13. سؤال 13 بيقول لك ايه؟ بيقول لك according to figure 2 as species C. جبنا ايه؟ السي بقى خلاص. مش فارق معانا ايه ولا بي ولا دي. قال لك underwent each successive treatment. قال لك the person that survived. النسبه survived قد ايه؟ حصل ايه هنا؟ بص decrease decrease decrease. يبقى الاجابه ايه؟ بي اللي هي decreased only. اخر سؤال، سؤال 14. قال لك according to figure 2. قال لك as a species D underwent each successive treatment. قال لك the person that survived قد ايه؟ ادي species D نفس الموضوع، حصل له increase بعد كده حصل له decrease. يبقى varied but with no general trend اللي هي الاجابه J. هرجع تاني يا دكتور، هو ده مستوى الامتحان؟ لا طبعا. بس هل انا بدون ما نفهم الحته دي هل هنعرف حل القطع بعد كده؟ لا. يعني مثلا هديك مثال على الجراف اللي قدامنا. انا لو في امتحان وحابب اصعب شويه انا ممكن اقارن لك جرافين ببعض او اقارن لك يعني جزئين ببعض. انا ممكن اعمل لك ترند في ايه واقارنه لك بترند في سي. يعني مثلا ممكن اجيب لك سؤال اقول لك انهي اللي بيحصل فيه تريتمنت اكتر، في ايه ولا في سي. ممكن يقول لك مثلا انهي الاكتر، هل تريتمنت 2 في سبيشيز اي ولا تريتمنت 3 في سبيشيز سي مثلا. يعني دي شويه اسئله انا بخترع لك اسئله من دماغي اهو، لو عايز اصعب لك شويه حاجات ان انت تحلل الجراف اللي قدامك ده. تمام. فده مش مستوى الامتحان، بس ده عادي ممكن يجي لك جراف زي ده بالظبط في الامتحان، بس مش هيجي لك نفس السؤال، مش هيجي لك نفس سهوله السؤال. تمام، ده احنا بس دي امثله توضيحيه بنحاول ان احنا ايه نتدرب عليها. طب خلاص احنا خدنا امثله، تعالى بقى ناخد قطعه. تعالى ناخد قطعه جميله وشكلها مختلف ومش سهله في الفهم، واعلمك ان انت ازاي بالفيجرز وبالداتا بس تقدر تجاوب الاسئله كلها صح. انا عايزكم هديكم بالظبط يا شباب 5 دقائق تقروا لي الباسج كلها. ادي باسج، ادي جراف 1، ادي فيجر 2، ادي فيجر 3. عايزكم تقروا الباسج كده وتبصوا على فيجر 1 فيجر 2 فيجر 3، وهنرجع نحل الباسج مع بعض دلوقتي كلها. تمام، معاكم 5 دقائق من دلوقتي اهو، وهنرجع نحل مع بعض الباسج. تمام.
شباب خلصتوا كده؟ قولوا لي في الشات. هي القطعة مش أسهل حاجة، بس هنوضحها يعني مع بعض. تمام، بص، أول حاجة أنا مش مهم عندي إنك تحل قطعة، أنا مهم عندي إنك تفهم الأبروش والنظام اللي أنت تمشي عليه لما تقابلك قطعة بنفس الشكل تقريبا. حلو، دي قطعه انا بصيت عليها لقيتها عباره عن باراجراف، الباراجراف ده بيتكلم جنرال، مفيش باراجرافات تانية كتير، مفيش اكسبيرمنت، مفيش كونفليكتنج، مفيش هايبوثيسز، مفيش في جراف 2 3، يبقى دي قطعه ايه؟ قطعه داتا ريبريزنتيشن. انا كل اللي اعمله ان انا استخدم الاستاديز بتاعت الداتا ريبريزنتيشن. اول حاجه ان انا اقرا الانترودكشن دي عشان اخد الجنرال لوك او اخد الجنرال ايديا بتاعتنا. تعالى نعمل اول خطوه. قال لك عندك تاني مارين اورجانيزمز بيرد شيلز فروم كالسايت اللي هي سي او 3. حلو، ديزولفد ان سي ووتر. بيقول لك ان احنا عندنا الحيوانات البحريه بتعمل حواليها شيل او بتبني شيل مكونه من الكالسيات، من الكالسايت اللي هو السي سي او 3، ودي ساعات بتدوب في الميه. حلو، قال لك بعد ما الاورجانيزمز دي بيحصل لها ديس، قال لك الشيل دي بتسنك، بتغرق في الميه. حلو، قال لك some shells dissolve before they reach the sea floor but some form layers of a calcareous ooze اللي هو السي اي سي او 3 ريتش سيدمنت. يعني بيقول لك ان في شويه بيحصل لها ديزولفنج بعد ما الحيوان ده يموت، وفي شويه لا بتفضل موجوده مش بتوصل للسي فلور، وبتبتدي تعمل لنا ايه؟ لايرز من مركب ايه اللي هو سي اس سي 3 ريتش سيدمنت ده. حلو، بعد بقى بيقول لك كده خلاص، هو الانترودكشن بتاع ده يبتدي بقى يكلمك على الفيجرز نفسها دي، بيكلمك على ايه؟ بيقول لك فيجر 1 بيشوز هاو السي ووترز degree of saturation with respect to CO3 and the rate at which ال CaCO3 dissolves it changes with depth. يعني ايه؟ بيقول لك بكل بساطه، شايف الجراف ده كله؟ الجراف ده بيقارن لك ما بين حاجتين، ما بين نسبه الساتوريشن عندي، تمام، هي ديجري اوف ساتوريشن ويز ريسبكت للسي اي سي او 3 والووتر ديبس. حلو، وبعد كده يكمل لك يقول لك ايه؟ بيقول لك ذا سي اي سي او 3 كومبنستيشن ديبس اللي هو السي سي دي اللي هو اللي جايب لك اللاين بتاعه ده هنا. قال لك ريبريزنت ذا ديبس بنيث ويتش السي اي سي او 3 ديزولف فاستر ذان ات برسبتيت. تمام، فاللاين ده كده لو بصينا عليه ده معناه ايه؟ معناه ان انا تحت اللاين ده النسبه بتاعه السي اي سي او 3 بيحصل لها ديزولف بطريقه اسرع من ان هي يحصل لها ايه؟ بيرسبيتيت. طب انت اصلا ممكن من الجمله دي تبقى عارف ان ال عكس الديزولف هو البرسبتيشن. تمام، يعني هو ممكن بعد كده يجيب لك سؤال يقول لك انا لو الحاجه هنا حصل لها بيرسبتيشن قليله معناه ان هي ديزولفت كتير، والحاجه هنا لو حصل لها بيرسبتيشن كتير معناه ان هي ديزولفت قليل، وهكذا. حلو، ده كده فيجر 1. فيجر 2 قال لك بيشوز ايه بقى؟ بيقول لك typical depths at which the various sea floor sediments are found. يعني انت لو بصيت هنا كده هتلاقي عندك الدبس من 0 لحد ايه 6، ده الدبس، وهنا ده السي سيرفيس. حلو، فبيقول لك انا من 0 لحد 2 اللي هتلاقي عندك طبقه 90% منها ايه؟ منها كالسايت. حلو، مكونه من حاجه اسمها سين شيلد اورجانيزم، يعني الشيلد دي او الغطا ده هتلاقي سين رفيع. حلو، لكن لو نزلت شويه بالدبس من حوالي 2 لحد حوالي 4.5 هتلاقي عندك لا بتقل طبقه الكالسايت دي تبقى 66%، وهتلاقي مكونه تقريبا من سيك شيل اورجانيزم او الشيل دي تبقى ثيك. اخر حاجه بقى لو هي من بعد 4.5 لحد 6 في الدبس هتبقى مكونه من ريد كلي عادي، كلي عادي ريد، ونسبه الكالسايت اقل من 20%. تمام، ده كده معنى الجراف ده. حلو جدا. اخر حاجه بيقول لك ايه؟ فيجر 3 shows the percent coverage for TC floor sediment in 3 oceans. هو جايب لك 3 oceans وجايب لك ايه السي فلور كفرج، ايه اللي بيغطي السي فلور؟ طبقه الكالسايت دي وطبقه الريد كلي. حلو، فهتلاقي مثلا لو جبت الاتلانتيك اوشن اللي هو الدبس بتاعه اخره 3.92% هتلاقي ان الكالسايت اعلى بكتير. لو خدنا الانديان اوشن اللي هو الافريج دبس بتاعته حوالي 6 3.96 لا ممكن تلاقي النسبه بتقرب شويه. لكن لو خدت مثلا حاجه زي الباسيفيك اوشن اللي هو الافريج دبس بتاعه 4.5 هتلاقي ان النسبه بتاعت الايه الريد كلي بقت هي اللي اعلى. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي القطعه بتاعتي مكونه من انترودكشن 3 جرافز. فهمت ان انا عندي هنا الدبس، وخلي بالك هنا لما تيجي تحلل جراف زي ده هتبص بكل بساطه علاقه الاكس اكسس بالواي اكسس، فتلاقي ان انت عندك الدبس لما كان من 6 لحد تقريبا 4 كان انساتوريتد. كل ما الدبس ابتدى يقرب للسيرفيس بيبقى عندنا سوبر ساتوريتد. يعني ايه سوبر ساتوريتد؟ يعني بقى فيه نسبه كالسايت كتير جدا، هو في نسبه كالسايت ديزولف ان هو مش قادر يديزولف اكتر. تمام، والجراف الثاني بيوريك ان انا من بعد تقريبا 4.5 ابتدت نسبه البرسبتيشن بتزيد عندي. تمام، فعندي انا من هنا من 5.5 لحد او من 5 مثلا لحد 6، شايف النسبه زادت قد ايه؟ حلو جدا. خلاص احنا شرحنا الجرافين دول عاملين ازاي، تعالى نحل الاسئله بتاعتنا. كده بقى يا شباب حلوا اول سؤال ده. قال لك تخيل ان هحل لك السؤال بس وانتوا تجاوبوا. قال لك افترض معايا ان انا عندي حاجه اسمها الاركتيك اوشن. حلو، الاركتيك اوشن سي فلور دي عندها افريج ديبس تقريبا 4.9 كيلو متر. قال لك اكوردنج تو فيجر 2 وفيجر 3 مع بعض،
قال لك الاركتيك اوشن دول سي فلور ده موست لايكلي كفرد ويز ايه؟ هيبقى كفرد هل بالكالسايت بس؟ هل كالسايت اكتر ولا هل ديد كلي اكتر ولا هل نسبتين متساويين؟ ده كده السؤال. بص بقى انا على فيجر 2 وفيجر 3. خلي بالك وقال لك الدبس كام؟ 4.9 من 10. 4.9 من 10 ده فيجر 2 وده فيجر 3 4.9 من 10. تمام. معلش يا شباب، هو المشكله كانت في النت بس الصوت تمام. الصوت والشير سكرين كده رجعوا تاني. تمام حلو جدا. يبقى زي ما قلت لك انت عندك هنا السؤال ده بيسالك على فيجر 2 فيجر 3 لو عندي 4.9. هي بكل بساطه الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ان هي الاجابه هتبقى جي، ان هو يبقى عنده جريتر اريا من الريد كلي اكتر من الكالسايت. ليه؟ لان انا لو رجعت بصيت عندي هنا هتلاقي ان انا اصلا كل ما بمشي في الدبس اعلى من 4.5 الريد كلاي بقت اكتر، الكالسايت بقت اقل من 20%. ولو بصيت هنا على جراف 3 برضو كل ما الدبس بتاع الاوشن نفسه نوعه بيزيد كل ما نسبه الريد كلاي بتبتدي تزيد. فلما بقيت 4.5 هنا بقت نسبه الريد كلاي اعلى، فلما بقى 4.9 من 10 بقى نسبه الريد كلاي اعلى. فيبقى بالنسبه لي الاجابه هنا هي الاجابه جي. تمام يا شباب؟ عنده اي مشكله في السؤال ده؟ ماشي. نكمل يا شباب تاني سؤال. هقرا لك برضو السؤال واجيب لك الفيجر عشان تبقى فاهم الاجابه. حلو. قال لك the data in figure 2 support which of the following statement about the relative thickness of marine organisms shells and the depths at which الكالسايت composed of those shells are found. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه يا دكتور منك ليه؟ ان بكل بساطه السؤال ده بيقول لك عايز يقارن ما بين الدبس وما بين النوع بتاع الشيل. تمام. فانا عايزك هنا ادي الدبس قدامك من 0 ل 1 او ل 1 ونص، بعد كده من 2 لحد تقريبا 4 ونص. تمام. هل الاجابات هتلاقيها بتقول لك ايه؟ هل كل ما يكون شورول دبس بتبقى سن ولا سك؟ وهل لما يكون جريتر دبس بتبقى سك ولا سن؟ فانت ايه رايك من الفيجر اللي قدامك ده؟ ولو كبرت لك على الفيجر هنا شويه كده عشان يبقى الفيجر كمان واضح، تقدر تقول لي ايه؟ حتى عشان تقول لي الاجابه ايه ولا بيقول لي انت تفكيرك ايه. تمام. لو حد عايز يفتح المايك. تمام تمام، الناس بتجاوب لذيذ. حلو قوي. انتوا كده جبتوا الايه العلاقه مور ديبس مور سيكنس. حلو جدا. فيبقى الاجابه عندي ان انا ايه؟ كل ما بقى المور ديبس كل ما بقى السيكنس اكتر. فاد جريدر ديبس ذان زوس. يبقى هو السؤال بيقول لك ايه؟ الكالسايد فورمد مينلي فروم سيك شيلد اورجانيزم فاوند فين؟ فاوند في الجريتر ديبس ذان زوس فورمد مينلي فروم at greater depths than those formed mainly from thin shelled organisms. تمام. يبقى دي الاجابه بتاعتنا هي الاجابه بي. ان انا عندي في الجريتر ديبس الثيك شيلد بتبقى اكتر من الثين شيلد. حلو جدا. نخش على السؤال الثالث. جميل جميل جميل. حل السؤال الثالث. تعالى نقرا برضو مع بعض ونشوف لو محتاجين جراف. قال لك السي اي سي او 3. قال لك often precipitate out of the sea water in areas where the sea water is shallow less than 1 kilometer deep. قال لك according to figure 1. يبقى حدد لك هتبص فين كده figure 1. قال لك this most likely occurs because sea water in this location. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا الكالسايد عندي البرسبتيشن في الارياز دي بيبقى شالو، بيبقى مش لما يبقى السي ووتر شالو. تمام. اقل من 1 كيلو متر بتبقى قليله.
تمام. هل ده بيحصل ليه البرسبتيشن، او اسف البرسبتيشن هنا بيبقى كتير ليه؟ ليه هنا بيبقى فيه برسبتيشن كتير في اللي هو اقل من 1 كيلو متر او من 1 كيلو متر؟ او قول لي برضو العلاقه. تمام، قول لي هو ليه بيحصل برسبتيشن كتير ما بيحصلش ديزولف؟ اللي هنا الدنيا فيها ايه؟ فاهمين السؤال؟ السؤال بيقول لك بكل بساطه انا عندي في الدبس اللي بيبقى من 1 كيلو متر واقل لحد صفر بيبقى عندي البرسبتيشن موجود اكتر. فده ليه؟ هل ايه بقى اللي في الجراف بيوضح لي ده؟ معلش يا شباب، بس في مشكله في النت بس بظبطها، فبيفصل سنه وبيرجع يعني. ها يا شباب. ده السؤال بتاعنا. هنا هتبقى الاجابه اتش، اللي هي ايه؟ سوبر ساتوريتد. ليه سوبر ساتوريتد؟ لان معنى ان هو بيحصل هنا كميه برسبتيشن كتيره، ده معناه ان هو مش قادر يديزولف. مش قادر يديزولف ليه؟ عشان هنا في سوبر ساتوريشن، المحيط في الحته دي في نسبه كالسايد حصل لها ديزولف كبيره جدا، فبالتالي هو مش قادر يحصل له ديزولف. ادوني بس ثانيه يا شباب بس. ماشي هشرحه تاني بس النت بس بيروح ويجي، بس ادوني دقيقه بالظبط بس اظبط النت عندي ونكمل. اكدوا لي بس كده ان الدنيا تمام، الصوت واضح، الشير سكرين تمام. معايا كده في الشات يا شباب؟ كله تمام. تمام 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 كويس. خلينا بقى ايه بس نحل السؤال ده تاني. تمام، نفهم السؤال عشان نعرف نحله. حلو. إن الحبيبه تقريبا مش فاهمه السؤال. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكالسايت اوفن بيرسبتيت في السي ووتر في الارياز اللي اعلى من او ليس ذان 1 كيلو متر. تمام، يعني 1 كيلو متر فيما فوق. تمام، بيحصل هنا ايه؟ عمليه بيرسبتيشن. حلو. يعني ايه؟ يعني في الحته دي بيبقى في برسبتيشن كتير. فبيقول لك ليه بيبقى في برسبتيشن كتير؟ ليه؟ السبب بيبقى ايه؟ انا هرجع على فيجر 1. لو بصيت انا على فيجر 1 ده بيقول لك ايه؟ ليس ذان 1. ليس ذان 1 يعني من 1 لصفر، حاجه اقل من 1 صفر. تمام. ففي الحته دي كلها الجراف عندي بيقول لي ايه اصلا؟ بيقول لي ان الووتر هنا في حاله سوبر ساتوريتد. يعني ايه سوبر ساتوريتد؟ يعني سوبر ساتوريتد يعني حصل فيها ديزولف بنسبه كالسايت كتير، فهي مش قادره تديزولف كالسايت اكتر، فبيروح جاي الكالسايت ده حصل له برسبيتيشن في المنطقه دي، ان هي الميه عندي سوبر ساتوريتد. حتى هو فوق قال لك هنا لو فاكره في القطعه، قال لك ان ابس بنيس ويتش الكالسايت ديزولف فاستر ذان ات برسبيتيت. خلي بالك بيقول لك ايه؟ ديزولف فاستر ذان ات برسبيتيت، يعني الديزولف والبرسبيتيت عكس بعض. هو يحصل له ديزولف، لكن لو ما حصلوش ديزولف يحصل له برسبيتيشن. انت فاهماني؟ بس فهو هنا عشان سوبر ساتوريتد فهو مش قادر يديزولف كميه اكبر، فبالتالي الكميه دي اللي ما بتحصلهاش ديزولفنج بيحصل لها برسبيتيشن. ده كده بكل بساطه اجابه السؤال. تمام كده الناس اللي ما كانتش فاهمه السؤال تمام؟ تمام حلو جدا. نكمل السؤال اللي بعد كده.
سؤال نمبر 4 قال لك according to figure 1 برضو قال لك above what maximum depth is sea water super saturated with respect to الكالسيوم. على فكره السؤال ده احنا بنسميه السؤال الدايركت. السؤال الدايركت ده هو سؤال عايزك تروح تبص على نقطه معينه بالظبط في الفيجر وتجيب الاجابه. تمام. فبيقول لك السؤال ايه؟ بيقول لك عند انهي نقطه اللي اعلى منها تمام بيبتدي يحصل ان البحر او الميه تبقى سوبر ساتوريتد. برضه هنجيب الجراف هنا ونبص مع بعض فين النقطه اللي عندها بيبقى سوبر ساتوريتد. طبعا مش محتاج. الاجابه ايه؟ اظن كلكم خلاص خدتوا بالكم. الاجابه تبقى الاجابه 4. تمام. الاجابه 4 اللي هي الاجابه سي. حلو. نخش بقى اخر سؤال. قال لك figure 1 shows that rate at which the calcite dissolve increase the most between which of the following depths. برضه ده بيتكلم على figure 1. يبقى حدد لي على بص على ايه وحدد لي الجراف بالظبط. والله انا مش فاهمه بالراحه شويه. ماشي معلش انا سرعت شويه في الجزء الاخير ده. السؤال الرابع تاني. السؤال الرابع بيقول لنا بناء على figure 1. حلو. بيقول لك فوق انهي دبس عند انهي دبس وبما يعني الدبس ده واللي اعلى منه. حلو. السي ووتر از سوبر ساتوريتد. تمام. سي ووتر سوبر ساتوريتد with respect to ايه؟ تمام. فهطلع على فيجر 1 هلاقي عندي الفيجر اصلا الفيجر ده كله متقسم لجزئين. جزء على اليمين اهو ده كده كله السوبر ساتوريتد وجزء هنا اندر ساتوريتد. حلو. بيجي في نقطه او في دبس معين عندها كل اللي بعد كده بيبقى سوبر ساتوريتد وكل اللي قبل كده بيبقى ان ساتوريتد. فايه النقطه دي؟ بس النقطه دي عند كام دبس؟ الدبس ده رقم كام يا حبيبه؟ جاوبيني انت في الشات. بس عند فوق بس. يبقى هي دي الاجابه. هي دي الاجابه ان انا الدبس اللي انا اعلى منه بيبقى سوبر ساتوريتد واقل منه بيبقى ان ساتوريتد هو الدبس بتاع 4 بس. يبقى الاجابه عندي الاجابه هي الاجابه سي. تمام. تخش على السؤال الخامس. في حد مش فاهم اي حاجه في اللي فات يا شباب؟ في اي حد مش فاهم اي حاجه في اللي فات ده كله؟ تمام. لا كله تمام. حلو جدا. تمام. نخش بقى نحل اخر سؤال. يقول لك فيجر 1 برضه حدد لك هتبص فين على فيجر 1. قال لك شو ذات الريت ات ويتش الكالسايت ديزولف انكريز ذا موست بتوين ويتش اوف فولوينج ديبس. يعني ايه؟ بيقول لك ما بين انهي ديبس من دول السرعه بتاعه الديزولف او الديزولف بيزيد في اعلى نسبه ممكنه. تمام. فانا هرجع برضه على فيجر 1 او خلاص حدد لي القطعه دي كلها ما بقاش بالنسبه لي مهمه غير فيجر 1. وفين فيجر 1 هنا؟ الريت ات ويتش الكالسايت ديزولف. خلي بالك هو مديك سهم يقول لك ان انا في الحته دي كده لور الحته دي كده هاير. فانا لما بتحرك من هنا لهنا بشكل افقي كده تمام يبقى انا ببقى ايه؟ بزيد. حلو. فعند انهي نقطه او انهي دبس هتبقى اعلى حاجه؟ هل من 3 ل 4 ولا من 4 ونص ل 5 ولا من 5 ل 6 ولا ايه من 4 ونص ل 5 ونص مثلا؟ معناه ايه؟ ان انا كل ما بمشي ناحيه الخمسه كل ما النسبه بتبقى اعلى. تمام. يعني اهو انا كنت بص هنا كده ماشي بشكل عمودي بمشي افقي ايه من هنا كده من الحته دي مثلا بالظبط كده لحد هنا مثلا كده. يعني من حوالي 4 ونص لحد 5 ونص الحته دي بتبقى ايه؟ افقيه اكتر. يعني انا ماشي ناحيه الهاير اكتر اهو. الهاير اهو هاير ديزولف. تمام. يبقى الاجابه عندي في الاجابات عندي في الاخر سؤال ايه؟ مش 4 ونص. مش 4 ونص. مش 4 ونص. مش 4 ونص لخمسه. احنا لو قارنا ان احنا عندنا جزئين يا شباب. تمام. بصوا معايا ركزوا معايا على الفيجر. حلو. هحاول احطها لكم بلاين عشان تبقى باينه شويه. تمام. بصوا كده. بس هو مش عارف اظبط اللاين. فأربعة ونص احنا هنا. تمام. وخمسه اهي. فهي زادت الحته دي بس كده. لكن لو قريت مثلا من خمسه اهي لخمسه ونص هنا مثلا كده. بص هتلاقي ان النسبه الافقيه يعني من هنا لحد هنا اعلى عند من خمسه لخمسه ونص. يعني اعلى من النسبه بتاعت أربعة ونص لخمسه. انت لو حسبتها لو معاك لاين يعني معلش هحاول ارسمها لكم برضه عشان تبقى باينه. تمام. بص ادي 4 ونص اهي. تمام. هنا كده. وادي الخمسه اهي. النسبه الافقيه شايفين مش كبيره. لكن لو جيت قارن من الخمسه دي لحد مثلا خمسه ونص اللي هي هنا كده تقريبا مثلا. تمام. شايفين النسبه قد ايه؟ شايفين النسبه كبرت بقت قد ايه؟ شايفين الفرق؟ فمن خمسه لخمسه ونص هتبقى اعلى بكتير جدا من اللي فات اللي هي الاجابه جي. تمام. وضحت كده؟ في حد عنده اي مشكله في القطعه؟ تمام. حلو حبيبه. تمام. عشان انت كنت بتسالي. احنا كده خلصنا الباوربوينت بتاعنا بس ما خلصناش السيشن. لسه هنحل قطعه كمان كيمستري ناكد بيها على الكلام. ما ينفعش على اساس
بتتجه للهاير وخلاص. هو جايب لك الاثنين، هو جايب لك من 4.5 ل 5 ومن 5 ومن 5 ل 5.5. يعني هو من الاخر عايز يقول لك مين الهاير، مين الاعلى، مين النسبه ما بين انهي دو ديبسس اعلى من اللي قبلهم، فاهماني؟ بس هو لو عايز يجيب لك سؤال زي ده كان جاب لك سؤال بشكل مختلف، قال لك مور ذان 4 ونص مثلا او مور ذان 5. تمام، هي دي ما كانتش كامله، دي ما كانتش كامله. دي كانت كيمستري، دي كانت كيمستري وجيو الاثنين مع بعض، ممكن تتحل كده ممكن تتحل كده. بس ناخد قطعه ثانيه. تمام، ثانيه واحده. الشير ظاهر كده يا شباب؟ تمام، تمام جدا. ده الكتاب الساينس الجميل بتاعنا. الرقم الاولاني ده الرقم الواتساب بتاعي، تقدر تبعت لي عليه في اي وقت لو عندك اي مشكله. حلو، خلينا نحل القطعه دي بتاعت الكيمستري. بص، انت بعد ما نحل القطعه دي ان شاء الله بكره الجمعه بعد الصلاه هينزل لك الكويز بتاع الساينس. يوم الاثنين هتنزل لك السيشن الثانيه التكميليه اللي بنكمل بيها الحل بتاعنا. تمام، انت لازم بكره تحل الكويز، يوم الاثنين تتفرج على المحاضره بتاعت الحل. تمام، خلينا نبدا نقرا القطعه مع بعض، نفهمها ونحلها مع بعض. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك حاجه اسمها الفيريك اوكسايد اللي هي الاف اي 2 او 3. حلو، قال لك از مور كومنلي نون از رسم، بنعتبره ان هو ده حاجه زي الرسم. تمام، بس على فكره انا نسيت حاجه يا شباب. حد يقدر يقول لي يا دكتور انت نسيت ايه؟ انا في خطوه نسيت اعملها هنا قبل ما ابدا احل كده. حد يعرف ايه الخطوه اللي انا نسيتها؟ زي الفل يا هاجر، عاش جدا يا شباب. لا ما بصش على الاسئله، اللي انا نسيته هنا ان انا احدد نوع الباسج. انا خلاص دخلت وعلى طول وبقرا وانا ما اعرفش الباسج اللي عندي ايه، فانا مش عارف البلان اللي انا همشي عليها. فانا بصيت كده بسرعه على الباسج، لقيت فيه انتروداكشن، فيه تيبل، في جراف. دي قطعه داتا ريبريزنتيشن. خلاص انا كده عرفت انا هعمل ايه. يبقى انا هعمل الثري ستيبس بتوعي، اخد فاينل لوك او اخد جنرال لوك، ابص على الانتروداكشن وراه بسرعه، وبعد كده انزل على التيبلز اعمل هايلايت للليبلز، بعد كده اشوف الترند لو موجود، بعد كده انزل على الاسئله على طول. تمام، يبقى دي الخطوه. كويس ان في منكم ناس لسه مصحصحه معانا لحد دلوقتي. حلو، خلينا نقرا مع بعض. قال لك زي ما قلنا عندك حاجه اسمها الفريك اوكسايد، قال لك ده بيعرف اكتر على هو الرست. حلو، قال لك this produced in a reaction between iron وكومن اللي هو الكومن ميتال الايرون والووتر. يبقى قال لك الرياكشن دي. بص يا شباب، نصيحه اكتبها عندك كده، ان اي قطعه كيمستري، اي معادله كيمستري مهمه جدا 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 جدا. اي معادله كيمستري تقابلك في قطعه مهمه جدا، لازم تفهمها وتفهم ايه المتفاعلات الرياكتنت، تفهم البرودكتس وتفهم اللي بيزيد واللي بيقل وكل ده، ان ممكن يسالك عليه سؤال تحت، او ممكن يكون داخل في جراف او داخل في تيبل تحت. فاول ما تلاقي اي كويجن قدامك او اي معادله، تمام، لازم تبتدي تقراها كويس. فهو هنا جايب لك 2 اف اي بيتفاعلوا مع 3 ووتر، يديك الفيريك اوكسيد بتاعنا، ويديك معاها ايه 3 هيدروجين اتوم. تمام، او هيدروجين موليكيول 3 اتش 2. حلو، تمام. بعد كده بيقول لك تيبل 1. شفت نفس القطعه اللي فاتت، هو الاول اداك انتروداكشن بسيط، بعد كده ابتدى يكلمك ويشرح لك التيبل والجرافس اللي انت هتشوف، نفس اللي حصل في القطعه اللي فاتت بالظبط. قال لك تيبل 1 shows the amount of ferric oxide produced over time from 15 جرام Fe submerged in different liquids. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هو بيقول لك ان انا دلوقتي هاخد 15 جرام من الاف دي وهفعلها مع 3 ليكويدز، مش ووتر بس، 3 ليكويدز مختلفين. تمام، اول واحده هيبقى عباره عن ووتر، ديستلت ووتر عاديه زي دي بالظبط. تمام، تاني واحده هيبقى سولت سوليوشن. السولت سوليوشن ده مكون من 20 جرام من سولت و100 مللي لتر اوف ووتر، واخر حاجه ايه شوجر سوليوشن. تمام، يبقى انا دلوقتي هعمل التفاعل ده، بس ان انا هجيب 15 جرام من الحديد افعله مره مع ووتر، مره مع سولت سوليوشن، مره مع مره مع شوجر سوليوشن، وهحسب كميه الفيريك اوكسيد اللي بريديوسنج تظهر لي هنا في التيبل 1. حلو جدا. والتيبل 1 ده بيقارن لي بيقارن لي ما بين السوليوشن النوع بتاعه ونسبه الفيريك اوكسيد بريديوس على ايام مختلفه. تمام، فلو بصيت على الديستال ووتر هلاقي ان في دي 2 كانت النسبه كذا، دي اللي حصل، بعد كده دي 4، بعد كده دي 6، بعد كده دي 8. فلا، لو بصيت هنا بعينك تقدر تطلع ترند، تقول لي يا دكتور الترند ان انا كل ما الايام بتمر عليا وتزيد، كل ما نسبه الفيريك اوكسيد عندي بتزيد، فانا كده طلعت ترند. نفس الكلام بالنسبه للسولت سوليوشن، هبص كده الاقي كلهم بيزيدوا. نفس الكلام للشوجر سوليوشن، هلاقي كلهم بيزيدوا. ده ترند. ممكن واحد يقول لي يا دكتور انا لاحظت ترند تاني. ايه الترند؟ لاحظت ان السولت سوليوشن هنا دايما اعلى من الديستالت ومن الشوجر في كل التجارب او في كل الايام. اقول لك حلو، ملاحظه كويسه. تمام،
واحد تاني يقول لي يا دكتور انا لاحظت ملاحظه ثالثه ان الشوجر سوليوشن في اي يوم دايما اقل نسبه، يعني اقل نسبه يطلع فيها فرق في الشوجر سوليوشن اقل من الوتر واقل من السولت. اقول لك برده ماشي، ده ترند ممكن نشوف. فانت ممكن بعينك بس كده بمجرد النظر تطلع 3 4 ترندز في الجراف او في التيب. تمام. بس خلي بالك كده نصيحه مهمه، ما تقعدش توجع دماغك انك تطلع ترندز وخلاص. تمام. يعني هو انت عايز تطلع ترند ليه؟ ترند ثابت مثلا حاجه بتنكريز وتديكريز بمجرد النظر خلاص تمام. ما تقعدش انت شاغل دماغك تشوف بقى انهي الاعلى وانهي الاقل وهكذا. ليه؟ لان لما بيجيب لك تيبل او جراف في كذا متغير زي كده، يعني في 3 سوليوشنز مش عارف ايه، هو هتلاقيه بيسالك على سوليوشن معين في السؤال. شفت لما قلت لك هيقول لك تبص فين، هتلاقيه بيقول لك بص على تيبل 1 على السولت سوليوشن، او بص على تيبل 1 على الشوجر سوليوشن. تمام. حلو جدا. بعد كده بيقول لك ذا ديستال ووتر ترايل was repeated 4 times، عدناها 4 مرات but for each trial a total volume of 100 مللي ووتر was buffered to different pH. يعني ايه؟ يعني هو بكل بساطه جاب لك التجربه الاولانيه دي وهيعيدها 4 مرات، لكن كل مره هيغير البي اتش بتاعت الووتر. حلو. فمديك هنا ايه؟ مديك 4 لاينز. الحاجه الوحيده بص يا شباب، لما تلاقي جراف جايب لك 4 لاينز يعني لاينز كتير مع بعض، بليز ما تشغلش بالك انت تطلع علاقه ما بينهم هم الاربعه. لو في جنرال ترند خلاص، ما فيش خش على الاسئله على طول. ليه؟ لان هو نوع الجرافات ده تحديدا هو هتلاقيه بيختار لك لاين معين او بي اتش معينه هيسالك عليها في الاسئله تحت، مش هتحتاج حاجه تاني. انت ممكن هنا بمجرد عينك تحدد الليبلز تقول لي يا دكتور هنا بيقارن ما بين الايام ونسبه الفيريك اوكسيد اللي هتطلع بروديوسنج، والعلاقه هنا في كل البي اتش هي علاقه دايركت، كل ما الايام بتمشي كل ما بيحصل الفيريك اوكسيد بتزيد بس بنسب مختلفه. تمام. في حد عنده اي مشكله في القطعه وفهمها قبل ما نبدا؟ لو محدش عنده مشكله نحل اول سؤال وتحدد. ومعلش اللي يكتب لي، او انا عايز حد كده يكتب لي بالتفصيل هو قال لك تبص على ايه وتبص فين وتحدد ازاي وحليت السؤال ازاي. لو حد عنده القابليه ان هو يفتح المايك ويكلمني يبقى جميل جدا، ما عندكش حاول تشرحها لي في الشات. هو دلوقتي السؤال ده بيقول لك based on table 1 if the amount of ferric oxide produced في day 9 had been measured for the salt solution it would most likely have been A. تمام. كلام جميل يا حازم، شكرا يا حازم. شكرا يا هاجر. تمام حبيبي. من حلو الجراف، هجيب لكم الجراف والله، هجيب لكم الناس، هجيب الجراف انا بس عايزكم تحددوا له وقال لكم تبصوا على ايه بس. الجراف اهو، الناس زي ما قالت في الشات تيبل 1 نبص على السولت سوليوشن على داي 9. واحد يقول لي يا دكتور ده ما فيش داي 9 هنا اصلا، هو اخر حاجه داي 8. اقول لك معلش، هو انت بتحلل داتا على اساس ايه؟ ما انت لو بتحلل داتا فانت عارف ان العلاقه بتزيد، فانا لو قال لك داي 9 معناها ان عايز رقم اعلى من داي 8، اعلى من 1.84، لان انا كل ما الايام بتزيد كل ما النسبه بتاعت الفيريك اوكسيد بريديوس بتزيد. فيبقى هجيب اختار اجابه على اساس ايه؟ بصوا كده يا شباب، هل اف جي اتش جي؟ هجيب الاجابه جي ان هي اعلى من 1.84 لان هو عايز يوم اعلى من يوم 8. تمام. فهمتوا يا شباب؟ اظن كده السؤال ده مفيش فيه مشكله تماما. نخش على السؤال الثاني. قال لك in the experiment shown in table 1 and figure 1 قال لك by measuring the rate at which the ferric oxide was formed every day قال لك the experimental could also measure the rate at which. السؤال ده على فكره ملوش اي علاقه بلا بفيجر ولا بتيبل. السؤال ده معتمد انت قريت المعادله ولا لا. هو السؤال بيقول لك بكل بساطه ايه؟ هم في التجربه اذا كان في الفيجر او في التيبل كانوا بيقيسوا نسبه الفيريك اوكسيد. ايه العنصر الثاني او ايه الموليكيول الثاني اللي انا اقدر اقيسه مع الفيريك اوكسيد يا شباب؟ لو حد فاكر انا قلتها في اول القطعه، في اول القطعه خالص من غير ما اطلع من المعادله. جميل جدا جدا جدا. يبقى انا هطلع على المعادله هلاقي ان انا عندي في البروديوسنج او في البرودكتس بتاعتي الفيريك اوكسيد ومعاه الاتش 2، فانا اقدر اقيس كمان الاتش 2. يبقى الاجابه عندي بالنسبه لي ايه؟ الاجابه H2 was produced. الاجابه B. حلو جدا زي ما كلكم اخترتوا. طب سؤال 8 قال لك consider the amount of ferric oxide produced by the salt solution on day 2. حلو. بص يا شباب لما بيقول لك كلمه consider دي مهمه قوي برضو، خلي بالكم هنا معناه ان انت ايه؟ هتحتاج المعلومه دي في حاجه ثانيه. يعني مش هتحل بدي، انت هتحتاج المعلومه دي عشان تحل لي حاجه ثانيه. حلو. بقى قال لك ايه؟ قال لك based on table 1 وفيجر 1 قال لك the water buffered to pH 10. حلو. يعني اللاين بتاع الووتر اللي البي اتش بتاعتها 10
قال لك produced approximately the same amount of Fe2O3 in which of the following days. يعني ايه السؤال ده يا دكتور؟ السؤال ده ملخبط مش فاهم حاجه. اقول لك السؤال ده بكل بساطه انت تطلع لي اول خد يعني قسمه حته حته. اول جزء قال لك ايه؟ قال لك اطلع شوف لي الدي 2 في السولت سوليوشن كام. انا هطلع على دي 2 السولت سوليوشن اللي هي كام؟ 0.56. حلو جدا. الرقم عندي ده 0.56. حلو قوي. هاخد ال 0.56 دي تمام وهاجي اطبقها على الفيجر اللي تحت ده. وقال لك البي اتش كام؟ البي اتش 10. فانا اللاينز دي كلها مش لازماني، انا لازمني اللاين ده بس اللي تحت. السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك عند انهي يوم نسبه الفيرليك اوكسايد هتبقى بتساوي الفاي 0.56 دي. فانت لو بصيت هتلاقي ان اليوم الوحيد اللي قريب من اصلا 0.5 هو 10. والاجابه عندي غير دي 10. فهيبص كده على الاجابه هتلاقي الاجابه ايه؟ هي جي اللي هي دي 10. السؤال ده يا شباب احنا لسه هناخده دي سكيل لوحدها هناخدها في السيشنز اللي جايه اسمها الداتا او الكومن بريدج ميثود. الكومن بريدج ميثود تمام. الكومن بريدج ميثود اللي هي بكل بساطه ايه بريدج؟ يعني بريدج كوبري. فانا هاخد معلومه من مكان اوصلها بجراف تاني او بفيجر تاني عشان اعرف اوصل لداتا معينه او اعرف اوصل لريزلت معين. السكيل دي اسمها كومن بريدج ميثود. هناخدها في السيشنز اللي جايه ان شاء الله. خش هنحل اخر خلاص احنا فاضل لنا سؤالين ونخلص السيشن. سؤال 9 قال لك according to table 1 قال لك what خلي بالك هو حدد لك according to table 1 قال لك what was معلش قال لك what was the amount of ferric oxide produced by the sugar solution. حدد لك هتبص على ايه في table 1 from the time amount was measured on day 6 until the time amount was measured in day 8. يعني بكل بساطه اطلع لي على table 1. طلعت على table 1 اهو. بص لي على الشوجر سوليوشن. بص لي على الشوجر سوليوشن. احسب لي الفرق او النسبه اللي حصلها بروديوسنج ما بين دي 8 ودي 6. يعني اطرح الاثنين دول ببعض. ويعني نصيحه مهمه جدا 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 ابوس ايدك جوه الامتحان او انت بتحل في البيت ما تشغلش دماغك. حاجه فيها جمع، حاجه فيها طرح، حاجه فيها ضرب، حاجه فيها قسمه، استخدم الكالكوليتر. انا والله العظيم واثق في دماغ حضرتك، عارفك عبقري، عارفك في الماس ما حصلتش. بس معلش اي سؤال لو هتجمع 1+1 استخدم الكالكوليتر. ليه؟ لان انت وانت بتحل في توتر، وانت بتحل في اوفر ثينكينج، وانت بتحل في داتا كتير، وانت بتحل في مثلا قطعه انت مش فاهمها قوي. فممكن ده كله لما حضرتك تيجي تستخدم دماغك في الحل تجيبها غلط. واحنا ليه قلنا 0.56؟ طب هحل السؤال ده وهرجع لك السؤال بتاعك يا حبيبي. الاجابه زي ما انتوا اخترتوا اللي هي 0.19 ناقص 0.11 هتطلع لك الاجابه ايه؟ اللي هي 0.08. تمام. ومعلش النصيحه دي مهمه قوي يا شباب، والله استخدموا بعد اذنكم الكالكوليتور. استخدموا الكالكوليتور. انا والله واثق في دماغ حضرتك بس انت نفسك ما تثقش في دماغ حضرتك في الامتحان. استخدم الكالكوليتور اضمن واحسن. بالنسبه لحبيبه السؤال ده بتقول لنا احنا ليه استخدمنا 0.56؟ لان بكل بساطه هو قال لك في السؤال كونسيدر دي 2 في السولت سوليوشن. هو بيقارن هنا الفيجر ده بالداتا دي. ان هو في السؤال عندي هتلاقي بص بيقول لك في سؤال 8 ايه؟ كونسيدر الاماونت بتاعت الفريكو سب بروديوس السولت سوليوشن في دي 2 في دي 2 في دي 2. بس عشان كده احنا اخترنا الرقم ده وقارناه في السؤال اللي تحت. اخر سؤال عندنا قال لك بيزد اون تيبل 1 برضو. قال لك which graph best shows how the amount of ferric oxide produced by the sugar solution change over time. واحد يقول لي يا دكتور معلش تطلع فوق كده احنا عارفين العلاقه ما بينهم ايه؟ increasing اهي 0 0. اقول له الاجابات عندك اهي اختار الانهي اجابه. ادي الاربعه جرافس اهو اي بي سي دي. اللي يقول ايه يقول لي ليه مش سي. طب ما سي انكريزنج برضو او جي يعني. يعني اللي يقول لي دي يقول لي ليه دي مش دي. الارقام محدده ماشي. ممكن التيبل تاني، ممكن التيبل تاني اهو. وادي الداتا اهي. بصوا يا شباب هي الاجابه فعلا الاجابه ايه؟ حلو. بس مش عشان الداتا محدده. واحنا ان شاء الله يبقى في سيشن هحاول اشرح لكم انواع الريليشنز يعني وشكلها بتيجي ازاي على شكل الجراف. بس ليه ايه مش جي؟ لان انت لو خدت بالك هتلاقي ان جي رايح ناحيه ايه كده؟ تقول يا دكتور كده رايح ناحيه الكونستنت. يعني انا لو جيت عملت كده مثلا تمام
وقررت ان انا اكمل اللاين ده كده، اللاين ده هيبقى ماشي معايا ازاي؟ ماشي معايا كده، تمام؟ يعني هو خلاص رايح ناحيه الكونستنت. ده معنى ايه؟ معناه ان الارقام في الزياده بتقل. طب هو ده بيحصل؟ لا، انت لو طلعت فوق ده ان الفرق هنا كان 0.5، قول 5، بعد كده الفرق 6، هنا الفرق حوالي 8، ولو كملت يبقى الفرق 9. يعني الفرق نفسه في الزياده ما بين الدي اللي قبليه والدي اللي بعديه بيزيد. فما ينفعش اللاين بتاعي يبقى عامل كده، يبقى رايح ناحيه الكونستنت، ما ينفعش. لازم اللاين بتاعي يبقى رايح ناحيه ان هو بيزيد، الزياده بتزيد اكتر. عشان كده الاجابه عندي هي الاجابه A مش الاجابه G. طبعا الاجابتين التانيين ما ينفعش، الاجابتين التانيين اصلا ديكريز، دي علاقه اندايركت كده، ديكريز، الاثنين بديكريز، تمام؟ السؤال ده مفهوم يا شباب؟ السؤال ده مفهوم؟ تمام، جميل. كده احنا الحمد لله خلصنا السيشنز بتاعتنا النهارده، تمام؟ اتمنى يكون السيشن بسيطه وسهله. ويا شباب نصيحه مني ليكم، اتعاملوا مع اليو ار تي ان دي السيشنز او ده الحاجه اللي انتوا بتفكوا فيها اليوم. اليو ار تي مش، خلي بالك الكلام اللي احنا قلناه كله في السكيلز والاستراتيجيز والحاجات دي كلها مش محتاج تحفظها، انت بس جاست انك تقراها وتبتدي تطبقها في الحل. مع الوقت هتلاقي ان انت بقى دي حاجات ديفولت عندك، ان انت بتخش على القطعه بتحددها على طول هي ايه. بعد كده ديفولت ان انت بتحدد الترند في الجراف، ديفولت ان انت بتقرا بسرعه، ديفولت ان انت بتعرف بتسكان ايه وبتسكان ايه. ده مع الاستراتيجيز كلها لما تاخد البيزكس كله على بعضه بكل السكيلز وتحل كل الباسجز اللي احنا بنقول عليها في الكويزز وفي السيشنز معانا، صدقني هتبقى مستواك تمام. حاولوا تخلوا اليو ار تي ده الحاجه دايما كنت بقول للدفعه اللي قبلكم، الحاجه الكريز، الحاجه السهله، الحاجه اللي انا بخش احلها وبتاع من غير ما بفكر كتير قبلها. يعني عارف ان مثلا عندكم سيشن كيمستري انا مركم عليها 4 سيشنز كيمستري، مركم عليها 3 سيشنز انجلش، لا اليو ار تي خليه دايما ان انت عادي ممكن في اي وقت تخش تحل يو ار تي، تتفرج على سيشن يو ار تي، مش لازم تبقى خلصت السيشنز كلها اللي قبلها. وارجوكم ما تراكموش سيشنز اليو ار تي، لان بجد دي الحاجه السهله، الحاجه البسيطه، الحاجه الحلوه، الحاجه اللي مش هتاخد منك مجهود كبير، الحاجه اللي مش هتحتاج انك تبقى مراجع قبلها 13 شابتر عشان تعرف تحل قطعه، تمام؟ واتمنى تكون السيشن كانت لطيفه ولذيذه، وعذرا على شويه القطع في النت اللي حصل، تمام؟ اللاب بتاعت الكتاب هتنزل ان شاء الله قبل السيشن الاثنين اللي جاي باذن الله، هي بس بتتظبط عشان احنا حصل تعديل بسيط بس في الكتاب اخر الاسبوع ده، فالجواب بس الجديده بتتظبط وهتنزل لكم باذن الله قبل يوم الاثنين اللي جاي، تمام؟ آه، اشوفكم ان شاء الله في السيشن اللي جايه، بس عشان ما عنديش الاكسس، اللي ما عندوش اي اكسس يبعت لي واتساب برايفت، تمام؟ وهنعمله الاكسس ان شاء الله. عموما انا هقفل الريكورد دلوقتي بس، وانا قاعد معاكم في الميتنج، اي حد عنده سؤال انا لسه موجود، تمام؟ وان شاء الله ايه اشوفكم في المحاضره الجايه على خير.